السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم سنة تالتة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبخير. بإذن الله النهاردة نبدأ نراجع الوحدة التانية. وبرضه هنحاول نعمل مراجعة سريعة كده في البداية كشرح، وبعد كده نبدأ نحل أفكار المسائل اللي جت في امتحانات السنين اللي فاتت بالأشكال بالرسومات بكل حاجة بإذن الله. تمام. طيب نبدأ بسم الله كده، صلى على النبي. أول حاجة خالص عندنا الدرس الأول بيتكلم على حاجة اسمها يا شباب التيار الكهربي والخواص بتاعته. تعال نبدأ كده من القصة من البداية خالص. بيقول لك إن أنت في عناصر اللي ربنا خلقها النواة بتاعتها موجبة، وحواليها يا ولاد بيلف الإلكترونات السالبة، يبقى في إلكترون سالب بيلف. بما إن النواة موجبة والإلكترونات سالبة في بينهم قوة اسمها قوة تجاذب. لو قوة التجاذب دي ضعفت، يعني القوة اللي هنا دي ضعفت، ساعتها الإلكترونات بتجري، بتتحرر الإلكترونات. فأول سؤال عندنا: ماذا يحدث عندما يضعف التجاذب بين النواة الموجبة والإلكترونات السالبة؟ ساعتها تقول لي يا مستر تتحرر الإلكترونات. أهو شايف ياض الإلكترونات الحرة ديت لما بتجري جوه السلك، يعني الإلكترون ده والإلكترون ده والإلكترون ده والإلكترون ده كل ده يجري جوه السلك، يعملوا حاجة اسمها تيار كهربي. يبقى التيار الكهربي هو عبارة عن تدفق يعني يجري. تدفق مين؟ الالكترونات او الشحنات السالبة، لان الالكترون سالب. فممكن اقول له تدفق الالكترونات داخل موصل، او تدفق الشحنات السالبة داخل موصل. طبعا بما ان الفلزات هي اللي عندها ضعف تجاذب هنا، فهي الفلزات دي هي اللي بيبقى عندها الكترونات حرة كتير، فعشان كده الفلزات هي اللي بتوصل تيار كهربي. طيب يا مستر التيار الكهربي دوت اللي هو تدفق الشحنات دوت عشان يحصل، قال لك لازم يبقى في دايره كهربيه مغلقه. تعالى نعمل دايره كهربيه بسيطه. الدايره الكهربيه بيكون فيها بطاريه، والبطاريه دي عباره عن كده بيبقى قطب موجب وقطب سالب، بس هنعمل عمودين او اكتر يعملوا بطاريه اهوت. ده كده بطاريه، دي مصدر التيار الكهربي. بعد كده متوصله بسلك زي ما انت شايف. بعد كده ممكن نوصلها بمفتاح، المفتاح هنا مفتوح خلي بالكم. بعد كده ممكن نوصلها بمصباح، المصباح بنعمله كده. واقفل دايرتك يا باشا. شايف الدايره اللي قدامك دي دايره بسيطه خالص فيها بطاريه وسلك ومفتاح ومصباح، بس هنا خلي بالك المفتاح مفتوح في الرسمه دي كده لان الاتنين مش لامسين بعض. الطريق مفتوح زي ما انت واخد بالك كده، فالمفتاح مفتوح يبقى لا يضيء المصباح. اما لو المفتاح ده اتقفل كده، يبقى ساعتها يضيء المصباح الكهربي. يبقى خلي بالك مهمه جدا، عندما تكون الدائره مفتوحه السلك مقطوع يبقى لا يمر تيار كهربي، اما لو الدايره مغلقه يمر تيار ايه كهربي، وساعتها يضيء المصباح. خلي بالك المصباح ده لو اتحرق برضو الدايره بقت مفتوحه، فلا يمر تيار ايه كهربي. طيب الدرس بقى الاولاني بيتكلم على خواص التيار. انت عندك ثلاث خواص. اول خاصيه هنبدا بيها اسمها شده التيار. احنا عرفنا يعني ايه تيار، تعالى بقى نحسب شده التيار بتاعته. طبعا الخواص يا سنه ثالثه اهم حاجه القوانين بتاعتها. شدة التيار قانونها بيقول لك ان انت عشان تحسب شدة التيار هي الكمية الكهربية، فاكتبها الكمية على الزمن بالثانية. فيبقى شدة التيار بيساوي الكمية الكهربية على الزمن. مستر اي قانون انا ممكن اطلع منه ثلاث قوانين عن طريق ان احنا نحوله لمثلث. بص كده، هنحول دوت كده لمثلث. عندك مين متشعلق فوق؟ الكمية، يبقى حط لي الكمية فوق، الكمية الكهربية، والباقي يتضرب تحت اللي هو الشدة ومين والزمن. والله يا صديقي لو عايز تجيب الشدة يبقى كمية على الزمن، عايز تجيب الزمن كمية على الشدة، عايز تجيب الكمية يبقى شدة في ايه؟ شدة في زمن. طب مستر الزمن بيتقاس بوحدة اسمها ايه؟ قال لك ثانية. طب ينفع دقيقة؟ لا. ينفع ساعة؟ لا. يبقى احنا هنشتغل بايه؟ بالثانية. طب افرض يا مستر اداني دقيقة، اضربها في 60 هتبقى ثانية. طب افرض يا مستر ادالي بالساعة، اضربها في 60 في 60. لما تضربها في 60 هتبقى ثانية، ولما تضربها لما تضربها في 60 هتبقى دقيقة، ولما تضربها في 60 تاني تبقى ثانية. تمام تمام. طيب الكمية وحدتها حاجة اسمها كولوم، يبقى وحدة قياس الكمية الكهربية كولوم. أما وحدة قياس الزمن بالثانية، ووحدة قياس شدة التيار أمبير. تمام تمام. طب الجهاز اللي بيقيس شدة التيار في الدايرة جهاز اسمه أميتر. الأميتر دوت جهاز رمزه دايرة جواها حرف الإيه. القطب الموجب بيتوصل مع الموجب والسالب بيتوصل مع السالب. الاميتر بيتوصل جوه الدايره يا سنه ثالثه، يبقى هو كده بيتوصل على التوالي جوه الدايره، يبقى توصل الاميتر على التوالي. يعني لو عايز احط اميتر هنا بصوا هنحطه هنا جوه هنا. تمام. لو الدايره مفتوحه ساعتها مش هيقرا حاجه، هيقرا زيرو. يعني بص كده الدايره مفتوحه فهو هيقرا صفر لان كده مفيش كهرباء اصلا. اما لما نيجي نقفل الدايره ساعتها هيقرا شده التيار. تمام. طبعا من اللي انت شايفه ده ممكن تعمل تعريف لشده التيار. شده التيار هي كميه الكهربيه المره خلال وحده الزمن. طيب في بقى فكره هنا جديده عليك، هي الامبير. ينفع نعمل تعريف للامبير؟ قال لك ينفع. الامبير هو شده التيار. نشوف هو بيقيس الشده، يبقى الامبير هو شده التيار عندما تكون الكميه بواحد كولوم خلال زمن واحد ايه واحد ثانيه. تمام تمام. في اي مشكله؟ لا يا مستر كده فهمنا شده التيار. نخش يا صديقي على الكميه الثانيه. الكميه الثانيه اسمها فرق الجهد. فرق الجهد
هي برضو ليها قانون، القانون هيطلع لك كل حاجه باذن الله. فرق الجهد هي الشغل المبذول، يعني شغل على الكميه الكهربيه، يبقى الفرق بيساوي شغل على ايه؟ على الكميه. طيب الكميه لسه قايلين وحدتها كولوم، والشغل وحدته بالجول، يبقى الشغل وحدته ايه يا مستر؟ جول. وفرق الجهد وحدته فولت. تمام تمام. طيب لو عايز اعمل تعريف لفرق الجهد اقول هو الشغل المبذول عند نقل كميه كهربيه 1 كولوم. طب عايز اعمل تعريف للفولت بقى، الفولت هو فرق الجهد عندما يكون الشغل بواحد جول وكميه الكهرباء بواحد كولوم. عايز اعمل تعريف للجول، يبقى الجول هو الشغل عندما يكون فرق الجهد بواحد فولت والكميه الكهربيه بواحد كولوم، وهكذا. طب مستر، طبعا انت قلت لي اي قانون نحط في مثلث عشان نطلع منه بيانات. طيب اوكي، مين متشعلق فوق؟ الشغل، يبقى تحطه فوق والباقي يتضرب تحت. يبقى هنا عندك فرق في كميه. يبقى انا عايز اجيب الشغل فرق في كميه، عايز اجيب الكميه شغل على فرق، عايز اجيب الفرق يبقى شغل على كميه، وهكذا. تمام تمام. طيب مستر، هو ايه الجهاز اللي بيقيس فرق الجهد؟ قال لك اللي بيقيس فرق الجهد اسمه فولتميتر. يبقى الجهاز اللي بيقيس الشده اميتر، واللي بيقيس فرق الجهد فولتميتر. فولتميتر دايره جوه حرف الفي، برضو الموجب بيتوصل مع الموجب والسالب بيتوصل مع السالب عادي، بس الفولتميتر بيتوصل بره الدايره. ازاي يا مستر بره الدايره؟ بنقول عليها على التوازي. يعني لو رجعنا للدايره اللي فاتت دي كده، فاحنا بنوصله فوق كده او تحت، يعني فاهم؟ بيبقى بره الدايره. يبقى الفولتميتر مكانه بره توازي، اما الاميتر جوه توالي. اوكي اوكي. طب مستر، لو الدايره مقفوله هيقرا فرق الجهد، يبقى الفولتميتر ده لو الدايره مغلقه هيقرا لك يا باشا عادي جدا فرق جهد. طب مستر افرض الدايره مفتوحه بقى، هيقرا برضه. ايه يا مستر هيقرا ازاي؟ ده مفيش كهرباء. قال لك ايوه، ما هو هيقرا قوه البطاريه، بنقول عليها قاف د كاف. ايه قاف د كاف دي؟ اللي هي قوه دفعه كهربيه. يبقى لو المفتاح مفتوح هيقرا قوه دفعه كهربيه الفولتميتر، لو الدايره مقفوله مغلقه يقرا فرق الايه؟ يقرا فرق الجهد. طيب في برضه هنا تركايه، بيقول لك في تعريف اسمه جهد كهربي. خلي بالك التعريف اللي احنا بنتكلم عليه هنا فرق الجهد، لكن في حاجه اسمها بقى شيل فرق خالص، حاجه اسمها جهد كهربي. الجهد الكهربي هو حالة الموصل التي توضح انتقال الكهرباء منه او ايه؟ منه او اليه. يعني ايه يا مستر؟ قال لك بص، الكهرباء بتحب تتنقل من جهد اعلى لجهد اقل. يعني مثلا لو دي 50 فولت ودي 50 فولت، لا يمر تيار كهربي عشان مش هيبقى في فرق في الجهد، لازم يبقى في فرق جهد. تمام. طيب طب امتى يمشي؟ مثلا لو هما مختلفين، يعني مثلا دي 50 ودي 100 مثلا، فساعتها الكهرباء تمشي من 100 تروح ل 50، من الجهد الاعلى للجهد الاقل. فالجهد هو حالتك اللي هتوضح انتقال الكهرباء منك او اليك. والله لو جهدك عالي الكهرباء تطلع منك، لو جهدك قليل يبقى الكهرباء تيجي اليك. تمام تمام. طيب كده احنا عرفنا الجزئيه دي. حتى قوه دفعه كهربيه تعريفها هي فرق الجهد عندما يكون المفتاح او الدايره مفتوحه. تمام تمام. كده احنا خلصنا كم خاصيه؟ اتنين، فرق الجهد وشده التيار. نخش على الخاصيه اللي بعديها اسمها المقاومه. اتفقنا ان الكهرباء هي عباره عن الكترونات بتجري جوه السلك. الالكترونات دي بقى كده مفيش حد بيمنعها، ماشيه كده براحتها. قال لك لا، جوه السلك في حاجه بتمنعها، حاجه شبه المطبات كده اسمها مقاومه. يبقى المقاومه هي الممانعه التي يلقاها التيار. ممانعة يلقاها ايه؟ يلقاها التيار عندما يمر في السلك. طيب المقاومة رمزها ايه بقى؟ المقاومة في نوعين، في مقاومة ثابتة بتبقى مطبات كده، وفي مقاومة تانية شبهها بالظبط بس بتكون فيها سهم. اللي فيها سهم دي بنقول عليها مقاومة متغيرة. يبقى انت عندك كام نوع من المقاومة؟ اتنين يا مستر. اللي ما فيهاش سهم دي، السهم ده اسمه زالق، عامل زي التايمر كده بيتحرك عشان يغير قيمة المقاومة. فاللي قدامك الأولانية اللي على اليمين ديت اسمها مقاومة ثابتة، قيمتها ما بتتغيرش. اما اللي على الشمال دي مقاومه متغيره، وساعات بيقول عليها ريوستات منزلقه، يعني المقاومه المتغيره او الريوستات المنزلقه. بقول لكم ايه، المطبات لما تزيد والمقاومه تزيد ساعتها شده التيار هتقل. تخيل كده طريق كله مطبات، عدد العربيات اللي هتمشي فيها هتبقى قليله، هنقلل بقى العربيات بما انه طريق مكسر وكله مطبات. فعند زياده المقاومه ساعتها لو زودنا المقاومه الشده تقل. يعني الشدة بتعتمد على المقاومة، لو المقاومة زادت الشدة تقل، طب لو المقاومة قلت الشدة تزيد. ده مش بيفكرك بحاجة؟ عارف انت تايمر المروحة؟ تايمر المروحة دوت انت ساعات بتقعد تعلي وتوطي، تعلي المروحة وتقلل المروحة. طب بعمل كده ازاي؟ والله لما انت بتقلل المقاومة جوه التايمر فانت بتعلي الكهرباء فالمروحة تسرع. طب لما انا اجي بقى اعلي المقاومه في التايمر بتاع المروحه، ساعتها المروحه تبطأ. فيبقى معنى كده ان المقاومه المتغيره بتتحكم في شده التيار. يبقى المقاومه المتغيره تتحكم في شده ايه؟ التيار. تمام يا شباب؟ تمام. المقاومه لما نيجي نتعامل معاها بنتعامل معاها بقانون اوم. قانون اوم بيقول لك ان المقاومه هتساوي حاجتين على بعض، الخاصيه الثانيه اللي هي فرق الجهد
على الخاصيه الاولى اللي هي شده التيار. انت بقى خلاص فهمتني، نقدر نحطه جوه مثلث. مين متشعلق فوق؟ الفرق، يبقى حط لي الفرق فوق يا باشا. ويبقى لك تحت مين؟ مقاومه في ايه؟ في شده. الفرق يا مستر وحدته فولت، انت لسه قايل لي، والشده امبير انت لسه قايل لي. طب المقاومه بقى، قال لك المقاومه وحدتها اوم والجهاز اسمه اوميتر. يبقى المقاومه وحدتها اوم، اما الجهاز اللي بيقيس المقاومه اسمه اوميتر. ما عندناش رمزه ولا الرسمه بتاعته، فانت خلاص هتكتفي ان انت تعرف ده. تمام. عايز اقول لك ملحوظه هامه جدا. انا لسه قايل لك ان شده التيار بتعتمد على المقاومه، فلو المقاومه زادت الشده هتقل. لكن المقاومه ما بتعتمدش عليهم هما الاثنين. يعني مثلا المقاومه دي هي المطبات، اعتبرها المطبات اللي في شارعكم. لو زودنا عدد العربيات المطبات هتزيد او هتقل؟ لا. يبقى معنى كده ان المقاومه ثابته. طب ايه اللي بيتحكم بقى يا باشا في المقاومه؟ قال لك اللي بيتحكم في المقاومه حاجتين. اللي يتحكم في المقاومه اللي هي المطبات، يعني طول السلك، كل ما السلك يطول كل ما المقاومه تزيد عشان مطباتها تزيد. ودرجه الحراره، درجه الحراره برضو لما السلك بيسخن الجزيئات اللي جوه بتتحرك، فساعتها يقاوم التيار اكتر. عشان كده يقول لك السلك اللي بيسخن ده سلك وحش، مقاومته عاليه، تحس ان هو ايه، ما يستحملش الكهرباء. فمعنى كده ان المقاومه بتعتمد على طول السلك ودرجه الحراره. لو زادت الحراره هتزيد المقاومه، لو طول السلك زاد برضو المقاومه هتزيد. طيب كده احنا خلصنا الجزئيه ديت. ده اسمه قانون اوم. قانون اوم بيقول لك بقى بما ان المقاومه ثابته ما بتعتمدش عليهم، فقانون اوم بيقول لك يتناسب فرق الجهد طرديا مع شده التيار عند ثبوت درجه الحراره. تاني، قانون اوم بيقول يتناسب فرق الجهد طرديا مع شده التيار عند ثبوت درجه الحراره. يعني هو لغى المقاومه وخلى الفرق بيتناسب مع مين؟ مع الشده. تمام تمام. آه طيب دوت كده بالنسبه للجزئيه الاولى. احنا ممكن اصلا من القوانين نقدر بقى نستنتج. شايف الاوم دوت كانه فولت على الامبير. ما هو الاوم مقاومه، مش المقاومه فرق على الشده، يبقى الاوم ممكن اقول ان الاوم يكافئ كانه فولت على امبير. ومن السلايد اللي فات دوت ممكن اقول ان الفولت هو جول على الكولوم. ممكن اقول هنا ما هو الفرق شغل على الكميه، يبقى الفولت ممكن اقول ان الفولت ده بيساوي جول على كولوم. ومن اول واحده خالص ممكن نقول برضو ان الامبير بيكافئ كولوم على الثانية. طب الكولوم ممكن اقول امبير في ثانية وهكذا. يعني احنا ممكن نتعامل معاها كأنها مسألة رياضية عادي جدا او في تعويض مباشر يعني. يعني ممكن اقول له ان الامبير بيكافئ كولوم على الثانية، كولوم امبير في ثانية، الثانية كولوم على امبير وهكذا. طيب ده بالنسبة للثلاث خواص اللي هي شدة التيار. طبعا القوانين مهمة جدا جدا، هم ثلاث قوانين يا جدعان. عيب قوي لما انت تبقى في ثالثة اعدادي مش عارف تحفظ ثلاث قوانين. فثلاث قوانين مهمين جدا. طيب احنا عندنا بقى حاجه اسمها المحول الكهربي. المحول الكهربي ده عامل زي راس الشاحن كده. لو انا دلوقتي مثلا عندي الكهرباء بتاعه البيت، الفيشه بتاعه البيت ديت بيكون مثلا فيها فرق جهد 220 فولت، تمام؟ والتليفون بتاعك بيستحمل 110 فولت. فانت لو جبت التليفون بتاعك ده وصلته بالكهرباء على طول من غير راس الشاحن، تخيل كده هيفرقع في وشك. ليه بقى؟ لان فرق الجهد مختلف، مش هيستحمل فرق الجهد والتليفون هيتحرق. فبنحط راس الشاحن. راس الشاحن دي اسمها محول كهربي. محول كهربي ده ساعات يستخدم لرفع الجهد او لخفض الجهد، بس راس الشاحن فايدتها ان هي بتخفض الجهد عشان يبقى مناسب. في محول كهربي تاني ممكن يرفع الجهد. فالمحول الكهربي فايدته خفض او رفع الجهد عشان يبقى مناسب للاجهزه المنزليه ولا يحدث لها اي تلف. ده يا صديقي بالنسبه لايه؟ بالنسبه للدرس الاول اللي بيتكلم على التيار الكهربي. طبعا انا هحل عليه بس انا بفكرك بسرعه. نبدا بقى بسم الله صلى على النبي كده. الدرس الثاني بيتكلم على مصادر. تعال نحاول ايه نلمه في الحته دي كده. مصادر التيار. مصادر التيار يا مستر يعني ايه الحاجات اللي هتطلع كهرباء؟ قال لك انت عندك مصدرين للتيار. اول حاجه خلايا اسمها خلايا كهروكيميائيه. ايه يا مستر الخلايا الكهروكيميائيه دي؟ الخلايا الكهروكيميائيه يا ولاد بتحول الطاقه الكيميائيه تخليها كهربيه. زي البطاريات مثلا. البطاريه لو لاحظت هتلاقي جواها ماده كيميائيه تطلع كهرباء. التيار اللي بيطلع منها تيار ضعيف شويه كده اسمه تيار مستمر. يبقى التيار اللي طالع من الخلايا الكهروكيميائيه تيار مستمر. طيب المصدر الثاني للكهرباء حاجه اسمها مولدات كهربيه. المولدات الكهربيه سنه ثالثه دي بتحول الحركيه لكهربيه. والتيار اللي بيطلع منها اسمه تيار متردد زي الدينامو كده. الدينامو او المولدات بتطلع برضو ايه؟ ما يتحول من حركه لكهرباء وبتطلع تيار متردد. طب مستر انهي كهرباء احسن، التيار المستمر ولا المتردد؟ قال لك بص، اولا عشان تعرف ايه هو المستمر هعمل لك رسم بياني كده يوضح لك ايه هو المستمر وايه هو المتردد. المستمر لو جيت تركز هتلاقي ان هو ثابت. بص يعني مع الرسم البياني تحس ان هو ثابت، لا بيزيد ولا بيقل، ثابت في الشده وثابت في الاتجاه.
اما المتردد متغير في الشده ومتغير في الاتجاه، طالع نازل. فلو جاب لك رسم بياني او قال لك عبر برسم بياني، يبقى دي علاقه اهيت بتعرفك ان التيار دوت الاولاني ده متردد، اما التاني ده تيار ايه؟ مستمر. تمام، دي علاقه بين الشده والزمن. ده ثابت في الشده بمرور الزمن، اما دوت متغير في الشده. تمام. طيب بالنسبه بقى ايه للتعريف، هو نفس التعريف، ان المستمر هو تيار ثابت في الشده والاتجاه، اما المتردد هو تيار متغير في الشده والايه؟ والاتجاه. طيب مين احسن يا مستر؟ لسه ما قلتليش برضو. قال لك بص، لاحظنا ان التيار المتردد بينتقل لمسافات طويله وقصيره، اما المستمر ينتقل لمسافات قصيره فقط. ومن هنا العلماء بداوا يحبوا شويه التيار المتردد، قال لك لان المتردد بيتنقل لمسافات طويله وقصيره، اما المستمر بيتنقل لمسافات قصيره بس. طيب تاني حاجه العلماء بيفضلوا فيها المتردد ممكن يتحول لمستمر عادي. يعني لو انا عايز اخليه مستمر ينفع، لكن المستمر لا يمكن تحويله، لا يتحول لايه؟ لمتردد. تمام تمام. فعرفنا من هنا ان التيار المتردد يفضله العلماء عن التيار الايه؟ المستمر. طب هل ما بنستخدمهمش؟ قال لك لا، بنستخدم المستمر وبنستخدم برضو المتردد. المستمر يا صديقي بنستخدمه في حاجه اسمها الطلاء الكهربي. والطلاء الكهربي ده اللي انت مثلا لو معاك عندك معلقه عايز تدهنها ذهب تدهنها فضه، فبيجيبوا بطاريه كده ويجيبوا محلول ويحطوا المعلقه على قطب واللوح مثلا الفضه على قطب تاني، وساعتها يترص ده على ده كانها بتدهن فضه او ذهب. فالطلاء الكهربي ده تيار مستمر، بيبقى فيه بطاريه فيبقى فيه تيار مستمر. كمان في بعض الاجهزه يعني إيه؟ تليفونك المحمول فيه بطاريه، او الساعه، او الريموت شغال بحجاره، فكل دي بعض الاجهزه بتشتغل بالتيار المستمر. اما المتردد بقى، ده بقى اللي احنا بنستخدمه في البيوت، فدوت بيستخدم في اناره المنازل والايه؟ والشوارع. وكمان يا صديقي ممكن نستخدمه كمان في معظم الاجهزه بقى الغساله والثلاجه والحاجات دي كلها تلاقيها شغاله بتيار متردد. ده النص الاولاني في الدرس اللي كان بيقول لي مصادر التيار. طيب النص اللي بعده بيتكلم على طريقه توصيل الاعمده الكهربيه. هو يعني ايه عمود كهربي؟ العمود الكهربي يعني قطب موجب وجنبيه قطب سالب، او قطب موجب الخط الطويل وده قطب سالب. قال لك لو انت معاك عمودان او اكتر، عمودين كهربيان او اكثر، يعملوا حاجه اسمها بطاريه. يبقى البطاريه هي عباره عن عمودان او اكتر متصلان ايه؟ متصلان معا. طيب ادي العمود الاول اهو، وادي العمود الثاني، وادي العمود الثالث. لو اعتبرنا ان هم ثلاثه، الطريقه اللي انا موصلها دي اسمها توالي. ليه توالي؟ عشان بص، موجب بعديه سالب، موجب بعديه سالب، موجب بعديه سالب. لما تلاقيها ماشيه كده موجب سالب بعديه موجب سالب بعديه موجب سالب، يبقى التوصيل ده على التوالي. التوصيل على التوالي ده سنه ثالثه بيديك اعلى قوه دفعه كهربيه. يعني مثلا لو العمود ده باتنين والعمود ده باتنين والعمود ده باتنين، فنجمعهم فيبقى نحصل على اعلى حاجه هنا 6 فولت. يبقى لكي تحصل على اعلى قوه دفعه كهربيه يتم التوصيل على التوالي. طب افرض يا مستر نفس الثلاث اعمده وصلناهم توازي. يعني ايه توازي؟ تعملهم كده تحت بعض، الموجب في ناحيه والسالب في ناحيه، وصل لي يا باشا الموجب كله مع بعضه كده في ناحيه، والسالب مع بعضه في ناحيه. ساعتها التوصيل ده اسمه على التوازي. طب يفرق ايه بقى؟ لو العمود ده باتنين والعمود ده باتنين والعمود ده باتنين، ففي التوازي بناخد عمود واحد بس، يبقى دي طريقه توازي. في التوازي بناخد عمود واحد بس، يبقى البطاريه بتطلع 2 فولت. يبقى اختصار سريع، طريقة التوصيل على التوالي نحصل على أعلى قوة دفع كهربية، أما في التوازي نحصل على أقل قوة دفع إيه؟ كهربية. تمام تمام. طيب طيب نشرح إيه تاني؟ كده احنا خلصنا يعتبر ديت. عايز أقول برضو فيها فكرة، يلا مش مشكلة نقول عشان يبقى إيه. لو قال لك عندك 4 أعمدة ماشي، ومثلا قوة كل عمود مثلا قاف د كاف لكل عمود، وليكن مثلا 2 فولت. معايا سنة تالتة؟ فيقول لك مرة وصلهم لي أعلى قوة دفع، يبقى نوصلهم توالي اللي هو موجب سالب موجب سالب موجب سالب موجب سالب، عشان هو قال لي 4. فساعتها لو كل واحد باتنين هيطلعوا 8 فولت. طب لو قال لك تاني طريقة وصلهم لي على أقل قوة دفعة، ساعتها هوصلهم توازي، موجب سالب موجب سالب موجب سالب موجب سالب. أنا بس برسم بسرعة كده بس عشان أوصل لك الفكرة. أدي الموجب في ناحية، وادي يا باشا السالب في ناحية، ساعتها هيطلعوا في الآخر 2 فولت، لأن احنا خلي بالكوا في التوازي بناخد قوة عمود واحد. الفكرة بقى اللي أنا قايل عليها المسألة دي، قال لك عندك 3 طرق عشان يطلعوا 4 فولت. يعني من الاخر عايزك تحسب اتنين، مش هو كل عمود باتنين، عايزك تحسب عمودين وتلغي اتنين. فعايزين نرسم 3 رسمات، ال3 رسمات دول يطلعوا لي في الاخر 4 فولت. اول رسمه ان انت تاخد واحده توالي والثلاثه توازي. بص كده،
لو جيت الرسمه دي اللي انت شايفها ديت، ثواني بقى نظبطها بالمره. اهو موجب سالب، موجب سالب، موجب سالب، الموجب في ناحيه والسالب في ناحيه. برضه مش مظبوطه بس مش مشكله عشان برسم بس بايدي. فهو انا لو جيت تبص، لو دي ب 2 فولت ودي ب 2 فولت ودي ب 2 فولت ودي ب 2 فولت، فالثلاثه دول توازي، ناخد واحده بس وهنا 2 فولت، يطلع في الاخر 4 فولت. يبقى دي اول رسمه تحفظ شكلها بعينك. تاني رسمه ممكن نرسم فرعين، موجب سالب فوق موجب سالب، ادي اول عمودين، وتحت فرع تحت موجب سالب وشد جنبيه موجب سالب. لو جيت تحسب 2 فولت و2 فولت يبقى الفرع اللي فوق باربعه، وتحت 2 فولت و2 فولت الفرع اللي تحت باربعه، الاثنين توازي، ناخد واحده بس يطلع في الاخر 4 فولت. يبقى دي رسمه تانيه. لو اقول لك وضح لي برسمتين ازاي تحصل على 4 فولت. كمان في رسمه ثالثه، ان انت ترسم اتنين توازي مع بعض وجنبيهم اتنين توازي مع بعض. ليه يا مستر كده؟ قال لك اصل الاثنين توازي دول هيطلعوا لي 2 فولت، والاثنين توازي يطلعوا 2 فولت، طب و2 و2 يطلعوا في الاخر كام؟ 4 فولت. برضو بالمره بما اننا بنشرح الجزئيه دي، عايز برضو اقول فكره نكتبها هنا كده. لو عملنا رسم بياني بين القوه الدافعه وعدد الاعمده، ففي التوصيل على التوالي كل ما نزود الاعمده القوه الدافعه بتزيد، اما في التوصيل على التوازي كل ما ازود اعمده القوه الدافعه بتفضل ثابته زي ما هي. طيب كده احنا خلصنا الدرس الثاني، نخش على الدرس الثالث اللي هو بيتكلم على النشاط الاشعاعي. طيب نرجع تاني ونقول الذره. الذره هي فيها نواه، النواه دي فيها اولاد بروتونات موجبه، وفيها حاجه اسمها نيترونات متعادله. النيترونات المتعادله دي ملهاش شحنه لان الموجب والسالب بيلغوا بعض. طيب فبقى لي بقى ايه جوه؟ في بروتونات موجبه، البروتون الموجب ده مع البروتون الموجب دوت المفروض يتنافران. ليه بيتنافران؟ عشان هما نفس الشحنه، الشحنات المتشابهه تتنافر. فالمفروض كانت النواه دي تفك من بعض اصلا. ليه؟ لان البروتونات الموجبه بتتنافر. بس سبحان الله ربنا مديها قوه هنا ربطها مع بعض اسمها قوه ترابط النووي. يبقى اول حاجه عندنا القوه التي تربط مكونات النواه معها اسمها قوه ترابط ايه؟ قوه ترابط نووي. قوة الترابط النووي هي اللي بتربط مكونات النواة معا، هي قوة كبيرة جدا، وعشان كده النواة هي مخزن للطاقة. تمام؟ يبقى النواة هي مخزن للإيه؟ للطاقة. طيب لاحظ العلماء إن بعض العناصر يا سنة تالتة بيكون فيها النيترونات دي أكتر من اللازم، يعني فيها نيترونات كتير قوي. فلو عدد النيترونات أكتر من اللازم ساعتها النواة دي تبقى غير مستقرة. فإزاي تعمل إيه بقى؟ قال لك ساعتها النواة دي بتقوم رايحة مطلعة أشعة غير مرئية. الأشعة الغير مرئية ديت قسموها العلماء حاجة اسمها ألفا وبيتا وجاما، دي أشعة غير مرئية. وساعتها العنصر ده يبقى اسمه عنصر مشع. يبقى العناصر المشعة هي مشعة ليه؟ لأن النواة بها عدد نيوترونات أكتر من العدد اللازم لاستقرارها. العالم اللي اكتشف ظاهرة النشاط الإشعاعي عالم اسمه هنري بيكوريل. عالم اسمه هنري بيكوريل اكتشف ظاهرة النشاط الإشعاعي على عنصر اسمه يورانيوم. يبقى ليه اليورانيوم مشع؟ لان النواه تحتوي على عدد نيوترونات اكتر من العدد اللازم. طبعا انت عندك اليورانيوم، سيزيوم، سيلينيوم، روبيديوم، زركونيوم، العناصر دي كلها اسمها عناصر مشعه. علل او اي حاجه يجي يقول لك عليها عنصر مشع خلاص انت عارف، لان النواه تحتوي على عدد نيوترونات اكتر من العدد اللازم. ومن هنا عرفنا ظاهره اسمها ظاهره النشاط الاشعاعي. ظاهره النشاط الاشعاعي هي تحول تلقائي لأنوية العناصر. ما النواة دي هتتحول بقى، ما هي مش مستقرة، يبقى تحول تلقائي لأنوية بعض العناصر، مش كل العناصر، بعض العناصر. طب ليه بتتحول يا مستر؟ حتى تصبح أكثر استقرار. طيب الإشعاع دوت بعد كده اكتشفنا إن في إشعاع طبيعي طالع من العناصر المشعة أو من الأشعة الكونية الضارة. برضو الأشعة الكونية دي بيبقى فيها إشعاع. وفي نشاط إشعاعي صناعي، والنشاط الإشعاعي دوت طالع مثلا من المفاعل النووي، وده حاجة مفيدة بتفيدنا، أو القنابل النووية ودي حاجة ضارة. فالقنابل النووية ده نشاط إشعاعي بس صناعي، والمفاعل النووي نشاط إشعاعي صناعي. طيب النشاط الإشعاعي ده ممكن يفيدني؟ قال لك طبعا. يفيدني ازاي يا مستر؟ قال لك اول حاجه يفيدك فيها صديقي ان هو مثلا في توليد الكهرباء عن طريق المفاعلات النوويه. المفاعل النووي يا ولاد بيكون فيه مواد مشعه زي اليورانيوم مثلا، وساعتها بنطلع منه كهرباء. يبقى في توليد الكهرباء ممكن عن طريق المفاعلات النوويه. ممكن كمان يفيدني في الصناعه، اللي هو يحول الرمله لشرايح سيليكون ويكشف عن عيوب الصناعه. ممكن يفيدني في اكتشاف الفضاء عن طريق ان الصواريخ بنحط فيها وقود نووي. ممكن يفيدني في الزراعة في القضاء على الآفات وتحسين السلالات. ممكن يفيدني في التنقيب عن البترول والمياه الجوفية. ممكن يفيدني في الطب في القضاء على الآفات في الطب تشخيص وعلاج أمراض مثل إيه؟ مثل السرطان. يبقى احنا كده عرفنا ان النشاط الإشعاعي يعني ايه مهم. بيقول لك في مفاعل نووي اسمه تشيرنوبل. المفاعل ده انفجر
والناس لاحظوا ان الاشعاع انفجر في منطقه فاضيه، يعني المفروض منطقه ما فيهاش سكان قوي، لقوا ان في منطقه تانية الاشعاع اتنقل ليها. ليه الناس لقوا الاشعاع اتنقل في الاكل بتاعهم؟ قال لك لان الاشعاع قد ينتقل عن طريق الرياح او عن طريق الامطار مع السحب. يبقى الاشعاع قد ينتقل من منطقه لمنطقه اخرى عن طريق الرياح والايه والامطار. طيب ايه يا مستر يعني لو حصل اشعاع وكده؟ قال لك هيحصل حاجه اسمها تلوث اشعاعي. يعني ايه تلوث اشعاعي؟ يعني ارتفاع نسبه المواد المشعه في الهواء او في البيئه. ارتفاع نسبه المواد المشعه او ارتفاع نسبه الاشعاع في المنطقه ما. تمام تمام. طيب الاشعاع دوت اقيسه ازاي اصلا اعرف ان في تلوث اشعاعي؟ قال لك الوحده الدوليه اللي بنقيس بيها الاشعاع الممتص اسمها سيفرت. الانسان الطبيعي يستحمل، او الجمهور الناس العاديه تستحمل 1 ملي سيفرت. اما الناس اللي عاملين في الاشعاع عشان بيبقوا لابسين حاجات وكده يقدروا يستحملوا لحد 20 ملي ايه ملي سيفرت. عايز اقول ملحوظه ان الواحد ملي سيفرت هي واحد من 1000 سيفرت، وممكن نكتبها واحد في 10 أس سالب 3 سيفرت برضو. واحد ملي يعني واحد من 1000 أو واحد في 10 أس سالب 3. طيب مش فارقة معايا بصراحة يا مستر، يعني لو تعرضت للإشعاع يعني إيه اللي هيحصل؟ قالك لا في مشكلة. أنت عندك مشكلتين. أول حاجة أنت ممكن تتعرض لكمية إشعاع كبيرة، كمية إشعاع كبيرة قوي بس في وقت إيه؟ في وقت قليل أو في وقت صغير. لو تعرضت لكمية إشعاع قليلة في وقت، كمية إشعاع كبيرة في وقت صغير، ساعتها أول حاجة فيه بيحصل شوية أضرار. أول حاجة مثلا بيحصل تدمير لنخاع العظام. نخاع العظام اللي بيبقى جوه العظم ده بيحصل فيه تدمير، ودوت هو اللي بيطلع كرات الدم الحمراء، خلي بالك. تاني حاجة تدمير الجهاز الهضمي يتدمر. وتالت حاجة الجهاز العصبي المركزي برضو ايه يتدمر. ورابع حاجة ممكن الطحال يتدمر. فدي كلها اضرار لو تعرضت لاشعاع كمية اشعاع كبير في وقت صغير. العكس بقى ان انا اتعرض لاشعاع قليل، كمية اشعاع قليلة بس خلال فترة زمنية ايه طويلة. يعني اتعرض لاشعاع قليل بس عايش معاه سنين طويلة. قال لك بيحصل ثلاث تأثيرات. اول حاجة تأثيرات بدنية، دي بيحصل فيها تغير في تركيب الجسم زي مثلا الجلد او سرطان جلد وكده. في تأثيرات وراثية، ودي بيحصل في الكروموسومات وبتؤدي لتشوه الأجنة، يبقى دي تأثيرات وراثية. في تأثيرات خلوية، والتأثيرات الخلوية دي سنة تالتة بتحصل في تركيب الخلية زي هيموجلوبين الدم مثلا. وهيموجلوبين الدم ده خلي بالك هو اللي بيقوم بنقل الأكسجين جوه جسمك. تمام تمام. طيب يبقى هيموجلوبين الدم خلوية، كروموسومات وأجنة وراثية، سرطان جلد يبقى بدنية. دي تأثيرات بتحصل لو تعرضت لإشعاع قليل فترة طويلة. طيب اعمل ايه بقى عشان احمي نفسي من الكلام ده؟ قالك لو انت عامل في مجال الاشعاع حاول ترتدي ملابس خاصه، اللي هو القفازات بقى والماسك والبلطو والحاجات دي كلها. كمان لو انت شغال في مفاعل نووي وفي مواد مشعه ومخلفات مشعه، فالعناصر دي المفروض تدفن في اعماق كبيره في باطن الارض، يتحط عليها صخور او اسمنت. كمان تبقى بعيد عن المياه الجوفيه، وكمان تبقى في منطقه مستقره بعيد عن الزلازل حتى لا تصعد للسطح مره اخرى. طيب عندنا عالم مصري اسمه دكتور علي مصطفى مشرفه. العالم دوت كان ليه ابحاث في مجال الذره والطاقه و... ويعتبر ابحاثه برضو هي الاساس في صناعه القنابل النوويه والحاجات دي كلها مبنيه عليها يعني. ولكن هو طبعا رفض ان هو يشارك في صناعه القنبله النوويه. وطبعا اينشتاين وصفه ان هو من اعظم علماء الفيزياء كانت في الوقت اللي هو كان عايش فيه. اسمه دكتور علي مصطفى مشرف. تمام. طيب بسم الله يا شباب نبدأ كده مع بعض. عايز يبقى معاك آلة حاسبة عشان لو جينا نحسب، وعايز منك برضو يبقى معاك قوانين، الثلاث قوانين اللي لسه قايل عليهم بالمثلثات بتاعتهم عشان لما نيجي نحل. طيب بيقول لك أول سؤال: ماذا يحدث لقراءة الفولتميتر والأميتر في دايرة تحقيق قانون أوم إذا احترقت المقاومة؟ يا مستر هي المقاومة اتحرقت معناها إيه؟ معناها إن الدايرة بقت مفتوحة. فلو الدايرة مفتوحة يبقى الأميتر مش هيقرا حاجة، هيقرا صفر، لأن احنا اتفقنا المفتاح مفتوح يبقى مفيش قراية للأميتر. أما الفولتميتر بقى فلما المفتاح بيتفتح بيقرا إيه؟ قوة دفعة كهربية. يبقى قوة في ده الكاف اللي هو قوة الدفعة الكهربية. السؤال اللي بعده بيقول لك احسب فرق الجهد عندما تكون المقاومة ب 22 والشدة ب 10. طبعا لو انت حافظ القانون بتاع المقاومة، فالمقاومة فرق على شدة، فتحطه في المثلث. المفروض قدامك المثلث دلوقتي، فلما تحطه في المثلث الفرق هيبقى فوق، فيبقى الفرق مقاومة في شدة. يبقى اقول له كده اذا الفرق بيساوي، طبعا القانون مهم بتاخد عليه درجات، يبقى فرق الجهد بيساوي مقاومة كهربية في ايه؟ في شدة. ويا باشا كل اللي هتعمله هتضرب 22 في 10، مش محتاجة 22 في 10 ب 220، والفرق بالايه؟ بالفولت. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك وحدة قياس شدة التيار تكافئ جول على الفولت في الثانية. ده صح ولا لا؟ بص بقى، برضو لسه القوانين قدامك. المفروض هو جول يعني شغل، وفولت يعني فرق. لو قسمنا الشغل على الفرق يدينا الكولوم، يعني ممكن اشيل الاثنين دول واحط مكانهم كولوم. صح صح يا مستر. والثانية تبقى تحت. طب بقول لك ايه، مش كولوم على الثانية يعني امبير؟
ايوه يا مستر، برضو كولوم على الثانيه امبير، والامبير هو اللي بيقيس شده التيار، يبقى الكلام ده صح. السؤال اللي بعده بيقول لك احسب مقدار الشغل المبذول لامرار كميه كهربيه 8 كولوم عبر مقطع مقاومته 20 اوم ويمر به تيار. تعال نجمع المعلومات اللي عندك. اول حاجه الكميه ب 8 كولوم، تمام تمام. ومعاك المقاومه، المقاومه بكام يا مستر؟ المقاومه ب 20 اوم، كلام جميل. ومعايا الشده، الشده باربعه، 4 امبير. طيب هو عايز مين؟ عايز الشغل. لو انت جيت تحط القانون كده بتاع فرق الجهد، هتلاقي ان فرق الجهد بيساوي الشغل على الكميه. طب يا مستر عايز الشغل يبقى فرق في كميه. انا معايا الكميه بس معيش مين؟ معيش الفرق. بس انا معايا مقاومه وشده، ما أنا لو معايا مقاومه وشده هجيب الفرق، ولو جبت الفرق هعرف اجيب الشغل. طيب القانون التالت كان بيقول ان المقاومه بتساوي فرق على الشده، صح كده؟ طب انا دلوقتي عايز اجيب مين بقى يا مستر؟ انا عايز اجيب الشغل، يبقى الشغل فرق في كميه، معيش الفرق، يبقى تعالى نجيب الفرق. يبقى الفرق اهو، يبقى اول حاجه اجيبها الفرق. فرق الجهد بيساوي مقاومه في شده. يلا غششني، المقاومه بكام؟ ب 20 في الشده 4. 20 في 4 على الآلة، 2 في 4 ب 8 يبقى 80، يبقى الفرق ب 80 فولت. كده احنا جبنا الفرق. عايز بقى نجيب مين؟ الشغل. بص كده على الشغل، لو حطيناه في مثلث يبقى الشغل فرق في كميه. بقول له الشغل هيساوي فرق جهد في كميه. انا بختصر بس نكتب فرق جهد وهنا كميه كهربيه. الفرق بكام يا باشا؟ طلعناه ب 80 يا مستر، والكميه مداني بكام؟ 8. بس يبقى 80 في 8. نزل على الآلة، امسك آلتك معايا. 80 في 8 يساوي يا باشا 640. يبقى انت عندك 640 جول. تمام تمام. خش على اللي بعده. قانون اوم يربط بين ثلاث كميات، الاولى ايه؟ هو اصلا قانون اوم اللي هو ده، اللي هي مقاومه وفرق وشده. فهو هنا بيستعبط، بيقول لك يبقى يربط بين ثلاث كميات، الاولى ايه تقاس بكله مع الثانيه. ما كله مع الثانيه يعني امبير، يعني شده، يبقى الايه دي هي شده، بس هو ايه بيحور. والثانيه بي تقاس بفولت على الامبير، ما هو فولت على الامبير، فولت على الامبير ده يعني فرق على الشده، فرق على الشده يدينا مقاومه، يبقى الكميه بي دي هي مقاومه. بس هو برضو بدل ما يقول لي مقاومه قال لي بي، وبدل ما يقول لي شده قال لي ايه. والتالتة سي اكيد دي فرق، بس تعالى نتاكد. جول على الكولوم، فعلا جول على الكولوم اللي هو الشغل على الكميه يديني فرق، بس سي هنا الفرق. فعايزين نحط قانون اوم. قانون اوم بيقول ان المقاومه فرق على الشده، المقاومه اللي هي مين؟ البي. فالمفروض القانون بيقول ان البي هيساوي الفرق اللي هو سي على الشده اللي هو ايه. فده قانون بي بيساوي سي على ايه. تعال نشوفها. مفيش بي بتساوي، يبقى تعالى نغير الشكل. مش السي فوق، لو حطيناها في مثلث هتبقى السي بتساوي بي في ايه. ده شكل تاني، ما هو ده هو ده، انا بس يا دوبك ضربت. يعني اهو، مش احنا قلنا في المثلث اللي فوق هيبقى، اللي فوق هيبقى سي وتحت بي وايه. فاحنا عشان نجيب مثلا وليكن السي هتبقى بي في ايه، يبقى السي بتساوي بي في ايه. تعال نشوفها موجوده ولا لا. السي بتساوي بي على ايه؟ لا، السي بتساوي بي في ايه، صح، يبقى هي دي جيم. فاهم؟ هو جايبها لك عاديه، يعني كانه عايز يقول لك فرق الجهد بيساوي ايه، بس بدل ما يجيبها لك مباشره حولها لسي وبي وايه، زي الرياضه كده كانها س وصاد وكده. السؤال اللي بعده بيقول لك اي الدوائر الاتيه قدامك الاميتر والفولتميتر متوصل صح. المفروض الاميتر يبقى جوه والفولتميتر بره، فدي غلط، لان الفولتميتر جوه توالي والاميتر توازي، دي غلط، المفروض العكس. هنا الاثنين جوه غلط، الاميتر جوه والفولتميتر بره، صح، يبقى جيم صح. هنا الاثنين توازي غلط، يبقى الاجابه صح هي جيم. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك اذا مر تيار شدته 2 من 10 وفرق الجهد ب 220 احسب المقاومه. سهل يا مستر، المقاومه بتساوي فرق على الشده، الفرق ب 220 على الشده 2 من 10، هنعملها على الاله تبقى 2200 على الاثنين تقريبا. اعملها 220 على 2 من 10 على الاله 220، انا ماسك الاله اهو، على 2 من 10 طلع لي يا باشا 1100. يبقى الاجابه 1100، يبقى الاجابه ب. تمام تمام. في مشكله؟ ان شاء الله لا. لو في اي مشكله وقف الفيديو وحل المساله تاني وبالقوانين اللي قدامك. المفروض الثلاث مثلثات قدامك تطلع منهم كل اللي انت عايزه. طيب نكمل. في الدايره اللي قدامك ديت اوجد قراءه الاميتر في كل من الحالتين الاتيتين. اول حاجه عندما يكون المفتاح كي مغلق، وعندما يكون المفتاح كي مفتوح. طيب اولا لو المفتاح مفتوح ساعتها مش هيعدي كهرباء زي ما اتفقنا، فالاميتر يقرا صفر. يبقى عندما يكون المفتاح مفتوح هقول له ايه؟ قراءه الاميتر صفر. طب لما يكون المفتاح مغلق بقى، بص بقى، انا معايا في الدايره دي ايه يا صديقي؟ معايا اول حاجه مقاومه بثلاثه، يبقى اكتب لي كده المقاومه ب3 اوم. كده معايا المقاومه. بص بقى على فرق الجهد، لو انت خدت بالك هتلاقي ان انت عندك
3 فولت و3 فولت و3 فولت توازي، ناخد منهم واحده بس ب3 ومعاهم واحده توالي اهي، يبقى 3 و3 يبقى فرق الجهد ب 6 فولت. تمام، خلي بالك من دي. طب انا عايز اجيب مين؟ الاميتر اللي هو الشده. طب مش انا معايا مقاومه وفرق، روح على المثلث طلع الورقه اللي معاك دلوقتي يلا شوف كده عشان اجيب الشده هعمل ايه. هتقول لي يا مستر باينه عندي ان لو خبيت الشده يبقى معايا فرق على مقاومه. يبقى اذا عشان احلها هقول له ان الشده بتساوي فرق جهد، فرق جهد على مقاومه. تمام، فرق الجهد بكام يا باشا؟ ب 6 والمقاومه 3، 6 على 3 فيها ال 2 امبير. تمام، يبقى 2 امبير. ده كده ايه حل اول واحده، اما تاني واحده تبقى صفر لان المفتاح ايه مفتوح. الاوم بيكافئ او بيساوي جول على امبير في ثانيه. تعال نعملها كده، جول على امبير في ايه في ثانيه. انا حافظ والله امبير في ثانيه يعني شده في زمن يدينا الكميه كولوم، يعني كانها فوق جول وتحت كولوم. وجول على كولوم شغل على الكميه يديني فرق جهد، وهو عايز الوحده فرق جهد يعني فولت، فهو بيقول لك الاوم لا يبقى الفولت. السؤال اللي بعده، احسب مقاومه سلك عندما يكون فرق الجهد معايا الفرق باربعه، عندما يمر الشحنه معايا الكميه وزمن ب3 ثانيه. طيب عشان اجيب المقاومه تاني، عشان اجيب المقاومه اقسم الفرق على الشده، معيش الشده بس انا معايا الكميه وزمن، يبقى اعرف اجيب الشده. بقول له الشده تساوي كميه على زمن. يلا غششني، الكميه ب6 والزمن ب3، 6 على 3 فيها ال2 امبير. كده انا جبت الشده، بس انا مش عايز الشده، انا عايز المقاومه. يبقى نروح كده على المقاومه بتساوي، طلع القوانين اللي معاك يلا غششني. المقاومه بتساوي فرق على الشده. طب الفرق معاك بكام؟ باربعه، والشده طلع معاك بكام؟ باتنين. 4 على 2 فيها الاتنين، والمقاومه وحدتها اوم. خلصت. تمام تمام. يلا يا شباب نكمل. في الشكل المقابل إذا كانت شدة التيار الكهربي المار تساوي 3 أمبير، يبقى أنا معايا الشدة ب3. ماشي، احسب قيمة الجهد الكهربي عند النقطة سي. طب أنا مش فاهم هو عايز إيه. هو بيقول لي أنا معايا الشدة ب3، يبقى أنت كده أول حاجة اكتب المعطيات اللي عندك إن الشدة بتساوي 3. ماشي، ومعاك المقاومة إيه؟ المقاومة بتساوي كام يا صديقي؟ المقاومة بتساوي 5 أوم. يا مستر معايا 10 فولت، دي فرق الجهد. أقول لك لا، فرق الجهد يا ولاد هي الفرق بين النقطتين دول، يعني لما نطرح دي من دي ده اسمه فرق جهد. لكن دي هو بيقول لك ان الجهد عند صاد، الصاد بس ب10، فدي مش فرق جهد، دي اسمها جهد بس مش فرق. ده الجهد يعني جهد النقطة الأولانية. هو عايز الجهد عند س، فأنا هجيب فرق الجهد. تعال نجيب فرق الجهد، يعني أنا كأني لما أطرح س من صاد هيطلع كام؟ أنا معايا الشدة ومعايا المقاومة، يبقى الفرق بيساوي، لو حطيت بصيت على المثلث هتلاقي إن الفرق بيساوي مقاومة في شدة. يلا غششني كده، المقاومة ب5 في الشدة 3، 5 في 3 ب15 فولت. يبقى فرق الجهد ما بين س وبين ص 15. يعني معناها ايه؟ يعني لما طرحنا فرق جهد س شلنا منه جهد ص طلع لي 15. ما هو كلمة فرق في الرياضة يعني طرح. فرق الجهد بين س وص يبقى س ناقص ص. س ناقص ص ب15. طب ما هي ص ب10، يبقى شيل ص وحط 10. سالب 10 تروح هناك يبقى س ناقص 10 ب15. يبقى الس هتساوي ال10 تروح هناك بموجب 10، يبقى 15 زائد 10 يطلع كام؟ 25. يبقى جهد س 25. تاني، لو جهد س 25 وجهد ص 10 لما تطرحهم يطلع لك فرق جهد 15، وده اللي طلع لي في المسألة. يبقى إذا الجهد عند س، الجهد س هتساوي 25 فولت. تمام تمام. السؤال اللي بعده، وضح بالرسم كيف توصل 3 أعمدة متماثلة وكل عمود ب 2 فولت مرة تحصل على أكبر قوة دفعة. سهلة، أكبر قوة توالي، بس هو قال لك ارسم، فأنا هرسمها أهو. أدي العمود الأول موجب سالب شد خط، موجب سالب شد خط، موجب سالب، أدي كده توالي. أعلى حاجة هيبقوا 6 فولت. طب أقل ما يمكن يبقى توازي، يبقى موجب سالب تحتيه موجب سالب تحتيه موجب سالب. حط لي الموجب كله في ناحية وحط لي يا باشا السالب في ناحية. خلصت يا صديقي. تمام تمام. السؤال اللي بعده، في الدائرة التي أمامك. بصوا بقى على الدايرة دي عشان بتلخبطكم. عايزين نجيب المقاومة الثابتة، المقاومة اللي تحت دي. طب عشان نجيب المقاومة، مش أنا معايا الشدة ومعايا الفرق؟ أيوة يا مستر. خلاص طب ما سهلة، المقاومة تساوي فرق على شدة. الفرق يا صديقي بكام؟ ب10. والشدة يا صديقي 4. 10 على 4 2.5 أوم. هتأكد على الآلة. 10
على 4. فعلا 2.5. يبقى احنا كده جبنا اول حاجه المقاومه، الفرق الجهد على ايه؟ على الشده. طيب تاني حاجه بيقول لك اين يتم وضع زالق الريوستات؟ الزالق اللي هو السهم ده، نحط السهم ده فين عشان نحصل على اعلى قوه او اعلى شده للتيار؟ اعلى شده تيار يبقى اقل مقاومه. طب بص بالله عليك، شايف الكهرباء دي؟ لو الكهرباء دي جت مشيت كده وهي عند ب كده، هتمشي في كام مطب؟ هتمشي في نص المطبات عشان تفضل ماشيه جوه السلك، ما هي مش هتمشي كده في الطريق المقفول ده، هتمشي كده. فهي كده ماشيه بنص المطبات. عشان انا بقى اقلل المقاومه، نوديها عند ج فتمشي المطبات كلها، ولا نخليه يروح عند الف؟ عارف لو راح عند الف، بص كده، لو هو كده عند الف، ساعتها هو مش هيمشي اصلا غير ايه؟ هيمشي كده على طول، مش هيخش جوه المطبات اصلا. فمعنى كده ان عشان ازود الكهرباء نقلل المقاومه، وعشان اقلل المقاومه خليه يروح عند الف، لان عند الف ساعتها هو مش هيمشي جوه المطبات، هيمشي على السلك على طول، فاهمني؟ لكن لو عند ج هيمشي جوه المطبات كلها. يبقى اقول له عند مين؟ عند الف. السؤال اللي بعده بيقول لك الشكل اللي قدامك ده احسب قوه البطاريه. سهله، 2 فولت اهيت، ودي 2 و2 توازي، ناخد منهم واحده ب 2، يبقى 2 و2 يبقى 4 فولت. السؤال اللي بعده بيقول لك ده في الوحده الاولى، حلينا عليه الفيديو الاولاني، خلاص مش هعدي بعد الوحده الاولى. الصيغه الرياضيه لقانون اوم. قانون اوم بيقول ان المقاومه، قانون اوم بيقول كده ان المقاومه فرق جهد على الشده. ساعات بيعملوها اختصار، المقاومه م فرق الجهد ج وشده التيار ت. فم بتساوي ج على ت، يبقى م بتساوي ج في ت؟ لا، م بتساوي ج على ت. تمام تمام. وحدة قياس الفولت في الكولوم، انا مخي يتخيل المثلث على طول، الفولت اللي هو الفرق والكولوم كمية، لو ضربنا الفرق في الكمية اديني الشغل، فوحدة قياس تكافئ وحدة قياس، عايز وحدة قياس الشغل يبقى الجول، عشان هو عايز الوحدة مش عايز الكمية. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك في الدايرة المغلقة اللي قدامك دي، شايف الدايرة ديت يا باشا؟ هات لي قراءة الفولتميتر. طيب سهلة جدا، الفولتميتر يعني فرق جهد، صح صح. انا معايا المقاومة ب7، بس انا هنا بقى معايا، بص كده فوق البطارية دي، الفرع اللي فوق 2 توالي، سالب موجب سالب موجب توالي، صح؟ نجمعهم 2 1 ونص 3 ونص، يبقى الفرع اللي فوق ب 3 ونص، والفرع اللي تحت برده ب 3 ونص، بس هما توازي، الفرع ده مع ده، فنبقى في الاخر البطاريه دي ب 3 ونص فولت. يبقى ده فرق الجهد يا باشا. تمام؟ عايز قراءة الفولتميتر، يبقى الفولتميتر عندي يا باشا ب 3 ونص فولت، عشان احنا صفينا البطاريه دي. طيب احسب شده التيار المار بقى، عشان نجيب الشده بتساوي، الشده بتساوي الشده تحت يبقى الفرق على المقاومه من المثلث اهو. مش احنا اتفقنا ان فوق الفرق وهنا مقاومه في شده؟ انا عايز اجيب مين؟ الشده، يبقى الشده فرق على مقاومه فعلا. طيب يبقى الشده بتساوي فرق جهد على مقاومه. يلا غششني، الفرق ب3 ونص والمقاومة عندك ب7، يبقى 3 ونص على 7 تقريبا فيها النص، يبقى الشيل تيار بنص أمبير، تطلع بتساوي، نكتبها فين هنا؟ نص أمبير. النص يعني 5/10، ممكن تطلع لك على الأقل كده 5/10 أمبير برضو، صح. نتأكد، 3 ونص على 7 هي خلاص نص. طيب احسب شيل تيار حسبناها، وقراءة الفولتميتر برضو حسبناها. تمام يا صديقي؟ تمام يا مستر. تحت بيقول لك احسب فرق الجهد بين طرفي موصل مقاومته 22 والشده. طيب عايز اجيب الفرق اللي فوق، يبقى مقاومه في شده، نفس القانون اهو، اكتر قانون بنستخدمه، يبقى الفرق مقاومه في ايه؟ في شده. المقاومه يا صديقي ب 22، في الشده 10، يبقى 220 فولت، ما فيهاش اي مشكله. السؤال اللي بعده بيقول لك احسب مقاومه، برضو نفس الكلام، اقول له المقاومه تساوي فرق جهد على الشده. فرق الجهد يا صديقي بكام؟ ب 220 فولت، على الشدة بواحد ونص، اعملها على الآلة، 220 على واحد ونص اهو، 220 على واحد علامة 5، يطلع لي 100، طالع لي كده 146 علامة 6666، ناخد بعد العلامة رقم واحد بس، والمقاومة يبقى بالأو. شكرا. يبقى المقاومة الفرق على الشدة وهكذا. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك احسب عدد الأعمدة الكهربية المكونة لبطارية قوتها الدافعة. البطاريه كلها على بعضها ب9 فولت، علما بانها تحتوي على عمودين كهربيين بس، في عمودين توازي، وباقي الاعمده توالي، وقوه العمود الواحد بواحد ونص. تعالى نتخيلها، بيقول لك ايه؟ فيها عمودين توازي، يبقى دي موجب سالب موجب سالب، حطهم لي توازي، وباقي الاعمده توالي. طب مش هي ب9 فولت
والعمود الواحد بواحد ونص، يعني ده بواحد ونص وده بواحد ونص، فيطلعوا كأنهم بواحد ونص. تمام كده؟ يعني العمودين دولت كأنهم بواحد ونص، وهي طلعت في الآخر 9. يبقى الواحد ونص دي معانا، وادي كمان ايه؟ عمود، يبقى كده واحد ونص، يبقى 3، كده 4 ونص، كده 6، 7 ونص، 9. تعالى نحسبهم تاني، واحد ونص واحد ونص 3، واحد ونص واحد ونص 3 يبقى 6، 6 واحد ونص 7 ونص، 7 ونص واحد ونص يبقى 9. حلو قوي. يبقى هو كده عايز يبقى عدد الأعمدة المكونة للبطارية. يبقى كده في عمودين اهمت، 1 2 3 4 5 6 7، يبقى 7 أعمدة. تاني هو بيقول لك كلها طلعت 9، ما تعالى نتأكد، مش ده لو واحد ونص اهو، ادي واحد ونص وادي واحد ونص يتجمع، وادي واحد ونص وادي واحد ونص وادي واحد ونص، يبقى دولت 3 ودولت 3 6، وده واحد ونص وثلاثة هم كمان، يبقى ايه؟ 9. خلاص كده تمام. يبقى لو جيت تجمع الأعمدة كلهم هتلاقيهم 7 أعمدة. السؤال اللي بعده بيقول لك احسب كمية الكهربية المرة خلال ثانيتين، يبقى الزمن 2، علما بأن الشدة. الكمية بتساوي شدة في زمن. جبتها منين؟ يا عم من المثلث بقى، ما انت قدامك القوانين، ركز. الشدة بكام؟ ب6، في الزمن 2، 2 في 6 ب 12 كولوم. طيب السؤال اللي بعده احسب كمية الكهربية التي تمر خلال موصل مقاومته. معايا المقاومة يا مستر، ومعايا الزمن، ومعايا فرق الجهد. بقول لك ايه، معاك المقاومة والفرق، يبقى تقدر تجيب الشدة وش كده. الشدة بتساوي فرق على مقاومة. الفرق ب 220 والمقاومة ب 200 ب 2200 على الآلة. تقريبا يطلع 1/10. تعالى نتأكد برضو. 220 على 2200 طلع معايا 1/10. يبقى الشدة يا باشا 1/10 أمبير. طيب هو بقى عايز ايه؟ عايز الكمية. طب احنا لسه حلينا فوق ايه؟ الكمية بتساوي شدة في زمن. يلا الشدة طلعتها ب1/10، في الزمن انت مطلعه ب120، يطلع في الآخر تقريبا 12 كولوم. نتأكد برضو، 1/10 في 120. عامة أي حاجة بالآلة على طول عشان ما تلخبطش. يبقى يطلع 12 فعلا كولوم. بس حليناه. السؤال اللي بعده، شايف الرسمة اللي قدامك ديت؟ أنا معايا مقاومة أهي 3 أوم، ومعايا فرق 6 فولت. بيقول لك احسب قراءة الأميتر. طب ما هي برضو نفس الكلام، مش أنا عايز أجيب الأميتر اللي هو الشدة، يبقى فرق على مقاومة. خلي بالك القوانين هي بتتكرر. الفرق يا باشا ب6 على المقاومة ب3، 6 على 3 فيها 2 أمبير، يبقى الأميتر يقرا 2 أمبير. أنا عرفت منين إن هو عايز شدة؟ ما هو الأميتر يعني شدة يا برنس. طيب الفولتميتر بقى، الفولتميتر اللي هو فرق الجهد. طب فرق الجهد بكام؟ ب6، يبقى اهو 6 فولت. شكرا. السؤال اللي بعده بيقول لك الشكل المقابل يمثل علاقه بين فرق الجهد. بص، محور الصادات في فرق الجهد وهنا الشده. اسالك سؤال، لو قسمنا الفرق على الشده، تقول لي يا مستر لو قسمنا الفرق على الشده دي المقاومه. طب بقول لك ايه، مين اللي عنده ميل اعلى؟ الف اعلى من ب، صح؟ يبقى مقاومته اعلى، ما هو الميل يعني مقاومه. فهنا مقاومه الف اعلى من ب، فبقول لك النسبة بين مقاومة أ إلى ب، يعني اقسم مقاومة أ على مقاومة ب. بما إن أ أكبر يبقى ساعتها الناتج يبقى أكبر من 1، لأن أنا بقسم كبير على صغير. السؤال اللي بعده بيقول لك من الشكل المقابل احسب القوة الدافعة الكهربية. طيب سهلة، 1/2 1/2 توازي، ناخد واحدة بس يبقى دي ب1/2، نحط عليها 4/2 يبقى 6، يبقى القوة الدافعة الكهربية 6 فولت. عايزين نجيب المقاومة يا مستر. خلاص بقى حفظنا المقاومة بتساوي فرق على شدة. الفرق ب6 اللي هي قوة البطارية كلها، على الشدة اللي هي ب2، 6 على 2 فيها 3 أوم، يبقى المقاومة ب3 أوم. خلصت يا صديقي. السؤال اللي بعده من الشكل المقابل احسب الشغل لنقل كمية. تعال نبص، أنا معايا هنا الشدة 2 أمبير أهي الشدة، تمام؟ ومعايا هنا فرق الجهد، بس خلي بالك دول التوازي، ناخد واحدة بس يبقى 2 فولت. طيب يبقى كده معايا الشدة ومعايا الفرق، يبقى ناقص لي المقاومة. هو عايز ايه بقى؟ احسب الشغل لنقل كمية كهربية بين أ وب خلال زمن 5 دقايق. طيب عايز اجيب الشغل. الشغل يا صديقي هي الكمية، هي الفرق في الكمية، يعني كمية في فرق. انا معايا الفرق، معايا الفرق، معايا الكمية لا، يبقى انا نجيب الكمية. انا معايا شدة ومعايا زمن، هقدر اجيب الكمية. اقدر اجيب الكمية. اقول له الكمية تساوي شدة في زمن، بس الزمن يبقى ثانية. ها، الشدة يا صديقي ب2، في الزمن 5 دقايق، يبقى 5 في 60، وننزلها على الآلة. يلا امسك آلتك كده معايا يا صديقي. 2 في 5 ب10، 10 في 6 10 في 60 ب600، يبقى 600 كولوم.
2 في 5 ب 10، 10 في 60 ب 600 كولوم. تمام تمام. بعد كده عشان نجيب بقى الشغل، ارجع للقانون ده. عايز اجيب الشغل، هقول له الكميه اللي انا مطلعها ب 600 في الفرق انا لسه جايبه بكام؟ ب 2. 600 في 2 ب 1200 جول. شكرا، خلصت. متى يحدث، لا دي ما خدهاش، تعال نقولها. متى يحدث انعزال العوامل اثناء تكوين الامشاج؟ يلا مش مشكله. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك الشكلين دول دي ريوستات ودي ريوستات، بس خلي بالك بقى، بص بالله عليك بالله عليك بالله عليك ركز قوي. الكهرباء جايه من هنا، شايف السهم ده؟ السهم ده الكهرباء. هنا الكهرباء هتضطر تمشي في كل المطبات دي، يبقى كده المقاومه عاليه. تعالى هنا هنا الكهرباء هتمشي في اول كام مطب وبعد كده تطلع على السهم، فهنا المقاومه قليله. خلي بالك، عارف لو الكهرباء جايه من الناحيه الثانيه كان هتفرق. تمام، بس احنا بنتكلم ان الكهرباء جايه من الناحيه ده اهو، فالكهرباء وهي جايه من الناحيه دي خلي بالك اهو، انت جاي من هنا اهو، شايف؟ هتضطر تمشي كل ده وتطلع. اما هنا همشي دولت بس واطلع. معنى كده ان المقاومه هنا عاليه فالشده، المقاومه عاليه فالشده قليله، وهنا المقاومه قليله فالشده عاليه. هو بيقول لك اي الموصلين يمر به تيار شدته اكبر؟ اقول له واحد. ولماذا؟ اقول لانه اقل مقاومه لنقص طول السلك، عشان عدد المطبات هنا قليله. علما بان القوه الدافعه في الحالتين متساويه، خلاص يبقى واحد صح. تمام، خش على اللي بعده. وضح بالرسم، لسه قايل حوار الرسم ده. وضح بالرسم كيف يمكنك توصيل 4 أعمدة كل عمود المره دي ب3 عشان تحصل على بطاريه قوتها 6. خلي بالك لسه انا قلتها وانا بشرح، قلت 4 أعمدة كل واحد ب2، ازاي نحصل على 4 فولت؟ يعني هو عايزني من الاخر عايزك تحسب 2 وتلغي 2. ما هو كل عمود ب3، عايزك يطلعوا 6 فولت، يبقى عايزك تحسب 2 وتلغي 2، بس لازم ترسم الاربعه. نعملها ازاي بقى؟ قلت لك هترسم واحده توالي مع 3 توازي، وهتحسب برضو، تاكد معايا اهو. لو ده ب3 وده ب3 وده ب3 وده ب3، هتقول لي ده 3 ودولت هتاخد منهم واحده ب3 يطلع 6 فولت، يبقى دي اول طريقه اهي. تمام. تاني طريقه قلت لك اعمل لي فرعين، 2 توالي فوق مع فرعين 2 توالي تحت، ووصلهم مع بعض توازي. لو ده ب3 و3 يبقى الفرع اللي فوق ب6، 3 و3 الفرع فوق تحت ب6، ناخد منهم فرع واحد يبقى في الاخر 6 ايه؟ 6 فولت. الطريقه الثالثه، هو عايز طريقتين بس هقول لك الثالثه. 2 توازي، انا برسم بسرعه معلش، وهنا 2 توازي اهو. لو 2 توازي و2 توازي برضه هيبقى دي ب3 ودي ب3، فيطلع في الاخر 6 فولت. تمام. طيب تعالى نمسح دي عشان ايه بايظه خالص، بس انت يعني ايه اهم حاجه الفكره تكون وصلت. طيب السؤال اللي هنا ده سؤال لوحده، هو بيقول لك ما اسم هذا الجهاز؟ الجهاز ده مش دي مقاومه فيها سهم، يبقى دي مقاومه متغيره، يبقى مقاومه متغيره او ريوستات. وظيفتها تتحكم في شده التيار او تغيير قيمه المقاومه. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك من الشكل اللي قدامك ده احسب الاميتر. طب سؤال يا مستر، انا معايا المقاومه اهي ومعايا الفرق. طب هو معايا المقاومه ومعايا الفرق، عايز اجيب الاميتر، يعني عايز اجيب الشده. الشده فرق من المثلث اللي قدامك، ما انا بقول لك وانت بتحل معايا المثلثات اللي هي هتحل بيها القوانين. الشده هتساوي الفرق على المقاومه. يلا غششني، الفرق ب6، المقاومه ب1.5، يلا على الاله. 6 على 1.5 تقريبا في يلا 4، بس نتاكد برضو بالاله. 6 على 1.5، 1.5 يطلع 4 فعلا، يبقى الشده ب4 امبير. خلصناها. بس اللي تحت ده اكسده واختزال، فوقك مني، انا شرحت السؤال دوت في الفيديو اللي فات. السؤال اللي بعده بيقول لك ده مهم جدا، حاسه يجي في الامتحان. بيقول لك حدد اي الشكلين تيارا لا يستخدم في الطلاء الكهربي. الطلاء الكهربي مستمر، هو عايز لا يستخدم، يبقى عايز متردد. ما هو لو قال لك انا عايز الطلاء الكهربي يبقى عايز المستمر، هنا بقى عايز لا يستخدم يبقى عايز المتردد. طب المتردد اللي هو الشكل 2، يبقى اقول له الشكل 2. تيار ينتج من تحول الكيميائيه الكهربائيه او مستمر يبقى الشكل 1. شكرا، ثانك يو. خش على اللي بعده. شايف البطاريه الشكل اللي قدامك دي عباره عن دايره كهربائيه 5 فولت، يبقى ده فرق الجهد اهو. اذا استبدلنا البطاريه اللي قدامك ديت هي ب 5 فولت، بدلناها ببطاريه قوتها 10 فولت، يعني احنا زودنا فرق الجهد. فبما ان فرق الجهد زاد فشده التيار هتزيد. فهو بيقول لك بقى عشان نخلي الاميتر ثابت، يعني مش عايزين نزود الكهرباء. يا عم ازاي؟ ده انت زودت فرق الجهد فالكهرباء هتزيد. قال لك ما هو بص، عشان الكهرباء زادت عايزين بقى احنا نغير في المقاومه. شايف المقاومه اللي تحت دي؟ عايزين نغيرها عشان تفضل الكهرباء ثابته. يعني من الاخر زودنا فرق الجهد فشده التيار زادت، فاحنا عايزين نرجعها تاني زي ما كانت، نقللها. فعشان نقللها نزود المقاومه. طيب تعالى بص بقى على البطاريه دي كده.
نخلي الزالق دوت عشان يمشي في مقاومه عاليه. ادي الكهرباء اهي، بص اهي الكهرباء اهي هتمشي جوه الحته دي، الحته دي، وبعد كده تطلع على السهم. فاحنا المفروض نخلي السهم يروح فين عشان نزود المقاومه فنقلل الكهرباء شويه؟ نخلي السهم يروح عند ب. ما هو السهم لو راح عند ب هنا ساعتها الكهرباء هتضطر تمشي جوه المقاومه كلها، فاحنا عايزين نزود المقاومه، فبالتالي المفروض السهم يتحرك من س لحد ب. فالزالق لازم يتحرك في اتجاه ايه؟ س لحد ب. ماشي ماشي. الشكل المقابل يوضح ثلاث اعمده كهربيه قوه كل عمود بواحد ونص. خلي بالك ان هم متوصلين هنا ايه؟ الموجب في ناحيه والسالب في ناحيه، فيبقى كده متوصلين على التوازي. قوه البطاريه سهله قوي يا مستر، دي يا ريت تجي لي في الامتحان والله. ده مش ثلاثه توازي، ناخد واحده بس، يبقى قوه البطاريه بواحد ونص فولت. خلصت. السؤال اللي بعده بيقول لك احسب شده التيار عند مرور كميه. معايا الكميه ومعاك الزمن، سهله برضو. احسب الشده، يبقى له الشده بتساوي الكميه على الزمن. يلا غششني يا اسطى. الكميه بكام؟ 7500 والزمن 5. يلا على الاله، 7500 على 5. طلع آلتك الجميله. 7500 على 5 يطلع 1500. يبقى الشده ب 1500، بس 1500 ايه بقى؟ الشده امبير، اوعى تنسى الوحدات. طيب السؤال اللي بعده، اذا كان الشغل المبذول لنقل شحنه كهربائيه مقدارها 600 كولوم، دي الكميه، كولوم يعني كميه، والشغل ب 12000، عايز اجيب الفرق. ماشي يا باشا، الفرق يا مستر بيساوي الشغل على الكميه. يلا غششني. الشغل هو اللي جنبيه جول، اوعى تنسى الشغل يعني جول، كميه يعني كولوم. فالشغل ب 12000 اهو، يبقى 12000 على 600. يلا على الآلة نزل لي 12000 على 600 على 600 فيها ال 20. برضه اتأكد معايا عشان بحسب بسرعة، اتأكد ورايا بالآلة. يبقى 20 فولت. تمام تمام يا مستر. يبقى 12000 على 600 20 فولت. تمام تمام. خش على بعده. في الدايرة اللي قدامك عايزين نقرا الفولتميتر، عايزين نشوف الفولتميتر هيقرا كام مع التفسير. طيب خلي بالك، هو فين الفولتميتر دوت؟ الفولتميتر يا صديقي متوصل على العمود ده، يبقى هيقرا العمود ده لان الدايره مفتوحه، فلما الدايره مفتوحه هيقرا قوه العمود، قوه دفعه كهربيه، يبقى الفولتمتر هيقرا 6 فولت. مع التفسير هقول لان المفتاح مفتوح فيقيس، طبعا المفتاح مفتوح فيقيس ايه؟ ق د ك للعمود او للبطاريه. ماشي. طيب جيم، في الدايره اللي قدامك كانت الاميتر ب3، يبقى دي الشده اهي، الشده ب3، والفولتميتر يبقى ده الفرق. وعند تحريك زالق الريوستات لما غيرنا المقاومه، يعني بص معايا الشده اهي ومعايا الفرق، يبقى ناقص لي المقاومه، يبقى اقدر اجيب المقاومه اللي تحت اللي هي ثابته دي. طب ما تيجي نجيبها. المقاومه بتساوي ايه؟ ممكن احتاجها وممكن لا، بس تعالى نجيبها. المقاومه هي فرق على الشده. يلا يا صديقي غششني. الفرق بكام؟ ب 15 على الشده ب3. 15 على 3 فيها الخمسة اوم. هو بقى بيقول لك ايه؟ لما حركنا الريوستات دي حاولنا نغير في المقاومه اللي هنا اللي هي المقاومه المتغيره، الاميتر بقى 9. بما ان شده التيار زادت يبقى طول السلك حصل له ايه؟ اكيد قل، يعني هو حركه الناحيه دي، جابه الناحيه دي كده. فيبقى وضح ماذا حدث لطول السلك. اقول له قل، لان انت خلي بالك الكهرباء زادت فالمقاومه قلت. قل لماذا؟ اقول لان المقاومه، لان شده التيار زادت فتقل المقاومه، لان شده التيار تزداد بنقص المقاومه. مش هقول له تقل المقاومه عشان المقاومه ديت اصلا ما بتتاثرش، اللي هي اللي تحت دي، لان شده التيار تزداد بنقص المقاومه. تمام تمام. احسب فرق الجهد بين طرفي المقاومه الثابته بقى. المقاومه الثابته دي اللي احنا حسبناها ب5، خلي بالك. بيقول لك هات لي فرق الجهد بس لما خلينا بعد ما غيرنا الريوستات. طب اقول لك ايه، هو انت بعد ما غيرت الاميتر قاري 9، يبقى الشده ب9. عايز اجيب الفرق. الفرق بيساوي مقاومه في شده. المقاومه انا حسبتها ب5، دي ثابته ما بتتغيرش، المقاومه الثابته اللي تحت دي ما بتتغيرش، يبقى 5. في الشده هو قال لك الشده بقت كام؟ بعد ما غيرنا بقت 9، يبقى 5 في 9. 5 في 9 ب 45، والفرق بالايه؟ بالفولت. تمام تمام. السؤال اللي بعده بيقول لك لديك 3 اعمده قوه كل عمود ب3 والمقاومه ب4. طب استنى، انا معايا كده ايه؟ لا انا ما اعرفش البطاريه بكام، ممكن يبقى كذا عمود ما اعرفش. انا معايا المقاومه ب4. وضح بالرسم كيف يمكن توصيل الاعمده مع المقاومه ليمر التيار الشديد 1.5. يبقى انا معايا، بصوا بقى، معايا الشده ومعايا المقاومه، هجيب فرق الجهد ومن فرق الجهد اعرف هما توصلوا ازاي. تمام.
يبقى انا معايا يا باشا المقاومه وايه والشده، نقول له الفرق نفس القانون اللي فوق ده برضه، هقول له الفرق بيساوي مقاومه في شده. غششني المقاومه باربعه، في الشده واحد ونص، أربعة في واحد ونص بستة. تعالى برضو نتأكد بالآلة. أربعة في واحد ونص ستة، يبقى الفرق طالع 6 فولت. يا مستر أنا استفدت إيه لما جبت الفرق؟ أقول لك، أنا عرفت إن البطارية اللي عندي ب 6 فولت. هو بقى بيقول لك أنت عندك كام عمود أصلا؟ 3، وكل عمود بكام؟ ب3. إزاي نوصل 3 أعمدة فيطلعوا 6 فولت؟ سهلة جدا، يبقى واحدة توالي واثنين توازي. بقول لك لازم توصل الثلاثة فيطلعوا 6، لو ده ب3 وده ب3 وده ب3 في الآخر هيطلعوا 6 فولت، وده اللي المفروض عندي في المسألة إن هو في الآخر هيطلع ب 6 فولت، يبقى ده الصح. ماشي، يبقى دي الرسمة الصح بتاعتي. السؤال اللي بعده بيقول لك في الشكل المقابل إذا علمت أن قوة الدفعة الكهربية لكل عمود بأربعة، يعني ده 4 وده 4 وده 4 وده 4، احسب الفولتميتر، احسب قراءة الفولتميتر. خلي بالك الفولتميتر متوصل إيه يا صديقي؟ الفولتميتر دوت متوصل على العمود ده بس. يا مستر هو متوصل مع الباقيين؟ لا مش متوصل مع الباقيين عشان الناحية التانية مفتوحة، فهو مش هيعرف يقرا غير العمود ده بس، هو قافل توازي مع دي، فيقرا دي بس. يبقى في الشكل اللي قدامك وهي كده طول ما المفتاح مفتوح احسب قراءة الفولتميتر، يبقى الفولتميتر هنا يقرا ايه؟ يبقى الفولتميتر هيقرا 4 فولت عشان هو هيقرا عمود واحد لان هو متوصل مع عمود واحد. ثم احسب شدة التيار التي تمر خلال المقاومة 4 اوم. احسب لي الشدة لو قفلنا بقى الدايرة. هنا بقى يختلف الكلام. لو قفلنا الدايرة ساعتها المقاومة ب4، بس فرق الجهد بقى ساعتها الكهرباء دي، بص الكهرباء هتمشي في كله، فيبقى انت عندك العمود ده ب4 اهو، يبقى ناخد العمود ده ومعاك الثلاثة دول توازي ناخد منهم واحدة، 4 و4 يبقى 8 فولت، يبقى كده البطارية اللي فوق دي تطلع لي 8، والمقاومة ب4 اوم. هو عايز مين بقى؟ عايز الشدة. طب فاكر القانون اللي عمالين نحل بيه من الصبح ان الشدة بتساوي فرق على المقاومة من المثلث اللي قدامك برضو، خبي الشدة بإيدك هتلاقي فرق على مقاومة، الفرق ب8 والمقاومة 4، 8 على 4 فيها 2 أمبير. تمام. السؤال اللي بعده بيقول لك شايف التوصيل ده توصيل على إيه؟ لسه حلينها توازي. احسب قوة الدفعة برضو 2 فولت و2 فولت و2 فولت توازي، يبقى ناخد عمود واحد يبقى 2 فولت برضو. السؤال اللي بعده بيقول لك يمثل الشكل عدة أعمدة متوصلة على التوازي. التوازي يعني بتفضل ثابتة، يبقى د، لأن التوازي كل ما نزود الأعمدة كل ما تفضل القوة ثابتة لأن احنا بناخد قوة عمود واحد. السؤال اللي بعده بيقول لك الشكل البياني يعبر عن القوة الدافعة الكهربية لبطاريتين تتكون كل بطارية فيهم من 3 أعمدة. ارسم شكل تخطيطي لكل من البطارية اكس وواي، يعني ارسم لي البطارية اكس متوصلة ازاي وواي، خلي بالك كل واحدة فيها 3 أعمدة، علما بأن كل عمود ب 2 فولت. طب بص على اكس فيها 3 أعمدة وفي الآخر مطلعة 2 فولت، واصلا كل عمود باتنين، يبقى كده احنا واخدين عمود واحد يبقى هي توازي، يبقى اقول له اذا اكس توازي. توازي يعني ايه؟ موجب سالب موجب سالب موجب سالب، بقول لك ارسمهم لي. فترسم له كده يا باشا الموجب في ناحيه والسالب في ناحيه، وتكتب له جنبها توازي برده عشان تبقى اقول له ان انت فاهم. طيب بالنسبه بقى للواي، واي 3 اعمده طلعت لي في الاخر 6 فولت، يبقى هم متوصلين توالي، موجب سالب موجب سالب موجب سالب اهو، يبقى توالي. دي مين؟ دي واي بس. شكرا. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك شايف الرسمه اللي قدامك ديت؟ تعال نجيب قوة البطارية دي 2 فولت، لا استنى، ده دي 2 فولت و2 فولت و2 فولت، بس انا اللي فوق دي ما اعرفش بكام. هو بيقول لك اذا كانت القوة الدافعة الكهربائية للعمود الواحد في الشكل السابق هي 2 فولت، يبقى عندي برضو 2 فولت بما انهم كلهم 2 فولت. احسب القوة الدافعة. سهلة، هناخد دي 2 فولت وهناخد من هنا واحدة بس ب 2، يبقى 2 و2 4 و2 6، يبقى 6 فولت. وضح بالرسم كيف يمكنك الحصول على اعلى قوة دفعة من الرسمة دي. الرسمة دي عشان نحصل على اعلى حاجة نوصلهم توالي، هم 4 اعمده، يبقى نوصل موجب سالب شد خط موجب سالب شد خط موجب سالب شد خط موجب سالب شد خط، يبقى 2 2 2 2 يبقى 8 فولت. دي اعلى حاجه ممكن توصل لها 8 فولت. بسم الله. احسب شده التيار المار في الدائره الكهربيه المقابله، علما بان الشغل المبذول لنقل الشحنه الكهربيه 240 جول، يبقى معايا الشغل والزمن ب2، معايا الزمن وهنا معايا فرق جهد. عايز مين يا باشا؟ عايز اجيب الشده، يبقى الشده كميه على الزمن. اكيد مش هيديني الكميه وهحتاج اجيبها، كميه على الزمن. هو مديني الزمن اهوت ب2 بس مش مديني الكميه. تعال نجيب الكميه منين بقى؟ من الشغل ومن الفرق.
لو طلعت القانون بتاع الكمية من الشغل والفرق هتلاقي ان الكمية بتساوي من المثلث برضو، هتساوي الشغل على الفرق. طب الشغل عندك بكام؟ ب 240، والفرق يا مستر ب 40. الصفر يطير مع الصفر، 4 تقريبا هيبقى فيها الستة. تعالى نتأكد برضو. 240 على ال 40 فيها الستة فعلا، يبقى الكمية بستة كولوم. كده جبنا الكمية. عايزين بقى الشدة، يعني المسألة أصلا بيقول لك احسب الشدة، يبقى الشدة كمية على الزمن. يلا غششني يا اسطى. الكمية بستة والزمن في المسألة باتنين، ستة على الاتنين فيها 3 أمبير. بس يبقى الحل هنا أنت عايز الشدة يبقى 3 أمبير. طبعا الخطوات مهمة جدا عشان تحاسب عليها، اللي أنا عامله ده لازم يتكتب. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك الشكل المقابل يوضح ثلاث موصلات كهربية، واحد واثنين وثلاثة. بص ده واحد وده اتنين وده تلاتة. هو بقى بيقول لك رتبهم تنازليا من الكبير للصغير حسب الجهد. طب سهلة. مين تلاتة مطلع جهد الواحد، يبقى تلاتة أعلى من واحد. تمام كده؟ تلاتة ادى كهرباء لواحد، يبقى كده تلاتة أعلى من واحد. واتنين ادى تلاتة، يبقى اتنين أعلى من تلاتة، يبقى اتنين أكبر من تلاتة. وتلاتة أكبر من إيه؟ من واحد. يبقى لو جينا نرتبهم تنازليا هيبقى أعلى واحد اتنين عشان هو ده اللي بيطلع الكهرباء، والاتنين هتبقى أكبر من التلاتة، والتلاتة أكبر من الواحد. تمام تمام. مش عارف أنا كاتبهم بالإنجليزي ليه؟ اكتبهم بالعربي عادي. اذكر اسم الجهاز الذي يستخدم في قياس فرق الجهد. ده فولت متر. أوكي أوكي. لديك ثلاث أعمدة متماثلة، عندك ثلاث أعمدة شبه بعض بالظبط، وكل عمود ب 2 فولت. ازاي نوصلهم هنا عشان الشدة تبقى 2؟ طب مش انا معايا مقاومة اهي ب 2 ومعايا الشدة ب 2. تعال نجيب الفرق، عايزين نعرف البطارية دي اصلا متوصلة ازاي. فانا هقول له الفرق بيساوي، عشان اجيب الفرق يا صديقي هضرب المقاومة في الشدة، يبقى الفرق بيساوي مقاومة في شدة. طب المقاومة يا مستر ب 2 في الشدة 2، 2 في 2 ب 4 فولت. يبقى انت معنى كده ان الاعمدة اللي عندك مطلعة 4 فولت. طب انا عندي كام عمود؟ 3، والعمود بكام؟ ب 2. ازاي اوصلهم يطلعوا 4 فولت؟ يبقى كان المفروض اوصلهم واحده توالي واثنين توازي كده. ليه بقى؟ عشان يبقى ده باتنين ودوت هاخد منهم واحده باتنين يطلعوا 4. يبقى الصح ان انا هاجي ارسم له هنا كده، ادي اول عمود توالي واثنين دول توازي، واقوم رايح قافل الدايره كده. ده الصح، ده المفروض التكمله اللي تحصل هنا. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك في الشكل المقابل او في الدايره اللي قدامك عند غلق المفتاح، لما قفلنا المفتاح دوت كان الشغل ب 80. يبقى انا معايا الشغل ومعايا الزمن باربعه، معايا الشغل ومعايا الزمن، وجوه في فرق الجهد، واخد بالك؟ فرق الجهد ب 20 فولت. عايزين نجيب الشده. الشده الكميه على الزمن، معايا الزمن باربعه بس معيش الكميه. تعال نجيب الكميه. مش انا معايا شغل اهو ومعايا فرق؟ لو معايا شغل ومعايا فرق هقدر اجيب الكميه. يبقى الكميه تساوي الشغل على الفرق. اي تعالى عشان ما اتلخبطش، هو مش الفرق بيساوي شغل على الكميه؟ لو حطيناه في المثلث يبقى الكميه شغل على فرق. يبقى شغل على فرق، الشغل بكام؟ ب 80 على الفرق. فرق الجهد فين فرق الجهد ب 20. 80 على 20 الصفر مع الصفر، 8 على 2 فيها الاربعه كلهم. جبت الكميه، بس هو مش عايز الكميه ده، عايز الشده. يبقى الشده الكميه على الزمن. الكميه باربعه والزمن انت قلت لي باربعه، يبقى الشده بواحد امبير. طيب قيمه المقاومه، عايز اجيب المقاومه. سهله يا مستر. المقاومه هنقسم الفرق على الشده. الفرق ب 20 على الشدة طلعناها بواحد. 20 على الواحد فيها ال20 وشكرا. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك في الدايرة اللي قدامك لو حركنا الزالق اللي هو السهم ده، حركناه من النقطة A ناحية B. طبعا لما بوديه ل B يبقى بقلل المقاومة، بقلل المطبات، لأن ساعتها الكهرباء هتمشي كده وتخش في السلك على طول، مش هتعدي على المطبات. فاحنا كده بنقلل المقاومة، يبقى إضاءة المصباح الكهرباء تزيد. احسب شدة التيار الناتج عن مرور كمية خلال زمن. ماشي، يبقى الشدة بتساوي الكمية على الزمن. الكمية يا صديقي ب 3000 والزمن بخمس دقايق، بس خلي بالك نضربه في 60 عشان يبقى ثانية. يبقى 3000 على 5 في 60 تقريبا في العشر، بس نتأكد. 3000 فيها العشرة فعلا. يبقى انت عندك كده 10 والشدة أمبير. خلصت.
السؤال اللي بعده في الدايره اللي قدامك احسب المقاومه والتي تجعل الاميتر 4. يبقى انا معايا الشده ب4. طب خلي بالك هنا فرق الجهد دول توالي، نجمعهم 4 و8 يبقى فرق الجهد ب 12 فولت لان هما توالي. طيب عايز اجيب مين المقاومه؟ تعالى نجيب المقاومه. المقاومه تساوي فرق على الشده، يلا غششني، الفرق بكام؟ ب 12 على الشده 4. هو قال لي اهو الاميتر يعني الشده، 12 على 4 فيها كام؟ فيها 3 واوم عشان انا بحسب مقاومه. طيب امبير، طلع الكلمه غريبه، امبير بيقيس الشده، كله على الثانيه شده. فولت على الاوم يعني فرق على المقاومه برضو شده، يبقى اختار جول على الكولوم. جول على الكولوم دوت اللي هو الشغل على الكميه يدينا فولت، يبقى كلهم شده ما عدا ايه ده. يبقى نطلع جول على الكولوم والباقي كلها اقول له اللي بيربط ما بينهم ان هي وحدات شده الايه؟ التيار، كلها بتكافئ امبير يعني. طب لديك عمودان كهربائيان متماثلان، عندك عمودين شبه بعض قوي كل واحد ب 3 فولت. ازاي ترسمهم فيطلعوا 3 فولت؟ يبقى اكيد انا وصلتهم توازي، يبقى موجب سالب موجب سالب اهو. وقال لي عمودين فانا ارسم اتنين بس. ازاي توصل الاثنين فيطلعوا 6 فولت؟ يبقى توالي، ما هو ده ب3 وده ب3 لما تحطوا توالي يطلعوا 6 فولت. خلصت. السؤال اللي بعده، الشكل المقابل يمثل 4 أعمدة أهو، 1 2 3 4 شايفهم. بيقول لك وكان مقدار الشغل المبذول لنقل الكمية، معايا الشغل ب 1620، معايا الشغل ومعايا الزمن 3 دقايق. معايا الشغل ومعايا الزمن، خلي بالك جوه هنا برضو معايا الشدة، الشدة 2 أمبير، معايا 3 حاجات. احسب موضحا خطوات الحل، عايزين قوة كل عمود. بص يا صديقي، دي بقى هنا في تركاية. كل عمود بكام؟ أنا معرفش كل عمود بكام، بس أنا أقدر أجيب فرق الجهد كله. فأنا أول حاجة هعملها إيه؟ هجيب فرق الجهد. ما هو فرق الجهد ده ممكن اقسمه على الاعمده بعد كده، فتعال نجيب اول حاجه فرق الجهد. طب يا مستر في مشكله، فرق الجهد عشان اجيبه محتاج اقسم الشغل على الكميه، وانا ما عنديش الكميه. طب مش انت معاك زمن؟ اه. ومعاك شده؟ اه. تقدر تجيب الكميه. يبقى اول حاجه بسم الله كده نجيب الكميه. بص على المثلثات بتاعتك هتلاقي ان الكميه بتساوي شده في زمن. يلا غششني، الشده باتنين في الزمن 3 دقايق، يبقى 3 في 60، 2 في 3 في 6، 6 في 6 ب 36، يبقى 360 كولوم. تمام، دي كده بالنسبه للكميه الكهربائيه. طب يا مستر انا اصلا مش عايز اجيب الكميه، انا عايز اجيب فرق الجهد. ما هو فرق الجهد ده اللي هيعرفني البطاريه متوصله ازاي. فرق الجهد هو عباره عن الشغل اللي هو 1620 على الكميه اللي هي 360. سالتك الجميله اسم لي 1620 على 360، 1620 على 360 طلع معايا 4.5. يبقى معنى كده ان البطاريه دي في الاخر مطلعه كام؟ 4.5 فولت. كلام جميل كلام جميل. اسالك سؤال وبالله عليك ركز، البطاريه دي متوصله ازاي؟ البطاريه دي كلها على بعضها كده مطلعه 4.5 فولت. مش ده عمود اهو، ده هيتحسب بواحد وده هيتحسب بواحد، والاتنين دول هيتحسبوا بواحد لان هما توازي، فانا كانهم 3 اعمده. طب يبقى انا هقسم ال4.5 دي على ال3. يا مستر هم 4، يلا ما هو دول التوازي بيتحسبوا بواحده. 4.5 على ال3 يبقى كل عمود ب1.5، يبقى العمود ده ب1.5 والعمود ده ب1.5 وده ب1.5 وده ب1.5. تعالى كده نحسبهم، 1.5 1.5 3، والاتنين دول هناخد منهم واحدة ب1.5، يبقى كام؟ 4.5. يبقى انا كده حل صح، يبقى كل عمود ب1.5 فولت. بس 100 100. بيقول لك بقى ايه ده، لسه طالب حاجة تانية. بيقول لك عند فتح المفتاح كي، تعالى نمسح الكلام ده عشان نعرف نحل اللي هو بيقوله. خلي بالك المفتاح كي كان مقفول، عايزين بقى نفتح المفتاح بقى. ما قراءة في 2 وفي 3. بقول لك ايه، لو فتحنا المفتاح في واحد هيقرا العمود ده بس، يعني هيقرا 1.5. انا هحسبهم لك كلهم، يبقى الفي واحد هيقرا 1.5 عشان هو متوصل على العمود دوت. يعني يا مستر هو مش عايز الفي واحد، خلاص فك. بس في واحد بيقرا 1.5. في اتنين هيقرا التلاتة دول بس. طب ما هو 1.5 ودول ب1.5، يبقى الفي 2 هيقرا كام فولت؟ هيقرا 3 فولت اهو، 3 فولت. طب والفي 3، الفي 3 متوصل مع حاجة؟ لا مش متوصل مع أعمدة، فساعتها هيقرا زيرو. يبقى الفي 3 ده مش هيقرا حاجة، هيقرا صفر عشان هو مش متوصل مع ولا بطارية. يا مستر ما هو متوصل من الناحية دي، متوصل من الناحية دي بس الناحية التانية هتبقى مفتوحة، فمش هيبقى متوصل مع حاجة. خلاص. يبقى الفي واحد لو طلبه هيقرا العمود ده ب1.5، الفي 2 هيقرا التلات أعمدة دولت اللي هيطلعوا 3 فولت، الفي 3 مش متوصل مع أي بطارية فمش هيقرا حاجة.
من الشكل المقابل ما نوع التيار؟ التيار اللي قدامك ده تيار ايه؟ مستمر. قول لي استخدام واحد عشان هو ثابت. استخدامه ايه؟ في الطلاء الكهربي. او ممكن اقول له تشغيل بعض الاجهزه. طيب الشكل اللي قدامك دوت، معايا المقاومه ومعايا الشده، عايز اجيب الفرق. الفولتميتر يعني فرق، يبقى اقول له الفرق بيساوي مقاومه في ايه؟ في شده. يلا يا صديقي، 5 في 3 يبقى الفرق 15 فولت. ماذا يحدث للفولتميتر عند تحريك الزالق من الف لب؟ من الف، بص المقاومه عاليه اهو، هيمشي في المطبات، راح لب. راح لب يعني هيمشي في السلك على طول، يبقى المقاومه قلت، فساعتها قراءه الفولتميتر ايه؟ تزداد. لان لو المقاومه قلت، فرق الجهد والشده بتزيد. اكتب المصطلح العلمي تيار كهربي متغير في الشده، يبقى ده تيار متردد. احدى طرق توصيل نحصل على اقل قوه دفع، يبقى توازي. جهاز يستخدم في تحويل الحركه الكهرباء، دي مولدات كهربيه عشان بتحول الحركه لكهرباء. الشكل اللي قدامك اربع اعمده. لا دي لسه حلينها بالظبط، هي مش هحلها تاني. دي اللي احنا لسه حلينها، هي دي. السؤال اللي بعده بيقول لك عند تحريك زر الروستات من الف الى ب. طبعا لسه قايلين من الف لب يبقى المقاومه قلت يا مستر. ليه؟ عشان الكهرباء هتمشي كده، مش هتخش بقى في المطبات، هتبقى رايحه على ب على طول. فعند تحريك زر الروستات من الف الى ب لاحظنا اضاءه المصباح. ايه السبب؟ نقص المقاومه، ان المقاومه قلت. في الدايره الكهربائيه اللي قدامك ديت، بص، اذا كانت القوه الدفع الكهربائيه لكل عمود باتنين، طب تعد معايا 2 و2 و2 6، وناخد من هنا 2 يبقى في الاخر 8، يبقى دي ب 8. 2 و2 4 6 8، يبقى دي 8 فولت. وانا عندي هنا المقاومه ب4، عايز اجيب الاميتر. الاميتر يعني الشده. غششني يا ابني، الشده بتساوي ايه؟ تقول لي يا مستر الشده بتساوي فرق اللي هي ب 8 على المقاومه 4. 8 على 4 فيها الاثنين، يبقى هنا 2 امبير. طيب اللي قدامك ده طالع نازل طالع نازل، يبقى التيار ده تيار متردد. وفيما يستخدم في إنارة المنازل والشوارع وفي معظم الأجهزة. أقول له إنارة المنازل والإيه؟ والشوارع. ممكن أقول له تشغيل معظم الأجهزة الكهربائية. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك الشكل يعبر عن القوة الدافعة. بتهيألي لسه حايلها برده من شوية، بس دي ممكن تبقى مختلفة شوية. بطاريتين اكس واي، كل واحدة فيها 3 أعمدة، والعمود الواحد ب 2 فولت. طب اكس الثلاث اعمده طلعوا 2 فولت، يبقى هما توازي. يبقى اكس هو عايزها هنا، ماشي، يبقى الاكس دي توازي. توازي يعني ايه؟ موجب سالب موجب سالب موجب سالب. حط لي الموجب في ناحيه، وحط لي يا باشا السالب في ناحيه. دي كده البطاريه اكس. البطاريه واي بقى، خلي بالك، طلعت 4، يعني هي حسبت 2 ولغت واحده. يبقى اكيد كانت في واحده توالي مع 2 توازي كده، عشان لما يبقى 2 فولت و2 فولت و2 فولت تطلع 4 فولت. ماشي. لو كان في 6، لو كان في واحده تانية 6، 6 دي كانت هتبقى توالي، فانا حاطه الاثنين الثلاثه جنب بعض. طب من الشكل المقابل، جت في الغربيه السنه اللي فاتت، احسب الشغل. طب انا بص معايا 2 امبير، يبقى دي الشده، ولسه قايل الفرق الجهد ب 2 برضه عشان دول توازي، والزمن ب5. تاني لسه حلينا دي. طيب مش مشكله، يلا نحلها. بيقول لي احسب الشغل، بقول له الشغل هيساوي فرق في كميه من المثلث. بص كويس. طب انا معايا هنا فرق بس معيش الكميه، بقى اول حاجه نجيب الكميه. يبقى الكميه شده في زمن. الشده ب2 في الزمن 5 في 60 عشان هو بالدقيقه. 2 في 5 ب10، 10 في 60 ب 600. اه دي لسه حلينا على فكره، حليناها من شويه. وبعد كده عشان نجيب الشغل ناخد الكميه اللي هي ب 600 ونضربها في هو عايز ايه اصلا؟ عايز الشغل. يبقى هنضرب الكميه في الفرق جهد. فرق جهد ب 2 فولت، 600 في 2 يبقى 1200 جول. عامه احنا حليناها من شويه، هي. ليه السيزيوم عنصر مشع؟ قلنا لان النواه تحتوي على نيوترونات اكثر من اللازم لايه؟ لاستقرارها. لا اله الا الله. بص الدايره دي شكلها عامل ازاي. طيب ما تخضش اولا، يعني ايه، بسم الله كده وان شاء الله تتحل. بيقول لك في الشكل المقابل عند غلق المفتاح كي. فين كي ده؟ اللي هو ده، قفلنا ده. فان شده التيار في الدايره يحصل لها ايه؟ طيب نحلها ازاي دي؟ تعال نبص على الاعمده. هو في البدايه لو المفتاح مفتوح، تعال نتخيل المفتاح مفتوح، فايه اللي كان هيحصل؟ الكهرباء ما كانتش هتعدي في الجزء ده كله.
لان المفتاح مفتوح، يعني الكهرباء مش هينفع تيجي هنا تلاقي الطريق مفتوح، لا كانت هتعدي. بص كانت هتعدي ازاي، بص كانت الكهرباء تعدي بس هتعدي من تحت، لان الطريق هنا مقفول اهو، فهتفضل معديه عادي. طيب تعالى نتخيل ان الطريق كان مقفول، ففوق 8 و6 ده توالي اهو، 8 و6 8 و6 يبقى كام؟ 14. وتحت 4 و10 هتمشي كده، ما هي هتمشي في الطريق اللي تحت. 4 و10 يبقى كام؟ 14. يبقى 14 و14 هي كده كانت ماشيه، والمحصله بتاعتهم 14. ماشي ده كده والمفتاح مفتوح. تعال نشوف بقى لو المفتاح اتقفل، هيبقى البطاريه دي طالعه ب 14. لو اتقفل بقى، لو اتقفل ساعتها الفرع اللي فوق برضو ب 14، والفرع اللي تحت 4 وال10 توازي. ما هو كده هيمشي بقى في جزء هنا وجزء هنا توازي، يعني ناخد منهم واحده، يعني كانها واحده ب 10. 10 و4 14 برضو، يبقى مش هيفرق، يبقى هي لن تتغير. لان هو مفتوح كان الفرع اللي تحت ب 14، لما اتقفل برضو الفرع ده ب 14، عشان التوازي 10 و10 ناخد 10 مع 4 يبقى ايه؟ 14. تمام تمام. هنحاول ان شاء الله نعمل لكم فيديو برضو على الوحده الثالثه والرابعه، مراجعه سريعه كده ونحل عليها برضو الاسئله بتاعت الرصه وكده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.